السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبنا واصحابنا رجالة تالتة ثانوي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مرحبا بيك يا صديقي في نهاية الدرس التاني. احنا كده خلصنا الدرس التاني خلاص، حلينا الافكار كلها وكمان حلينا كل سؤال بكذا طريقة ووريتك طرق مختلفة عشان اعلى بمستواك لاعلى حاجة نقدر نوصل لها باذن الله. متنساش يا صديقي تكتب لنا كومنت لذيذ تحت عشان يشجعنا نستمر، واكتب لنا كمان عايز تشوف كتب ايه الفترة الجاية، عايز تشوف اجزاء معينه، عايزنا نفتح لايف، عايزنا نجمع شغل، عايزك تكتب لي الافكار اللي نفسك فيها كلها. عيش راحتك خالص في الكومنتات. وبفكرك يا صديقي ان خلاص قربنا نقفل المجاميع خالص، فلو عايز تلحق مكانك معانا في البرايفت بنحل، بنراجع، بننقي كتب خارجيه، بنعمل امتحان حصه، بنعمل امتحان اسبوعي، وفي واجب، في فيديو الواجب، في كل حاجه. لو عايز تلحق مكانك هتلاقي الرقم هيظهر لك. ويلا يا باشا خش على الفيديو. يلا يا صديقي سؤال رقم 78 بيقول لك في الشكل المقابل مش عارف مستخدما البيانات الموضحة على الشكل، فإن قراءة الفولتميتر تكون كام؟ طيب واحدة واحدة بالراحة خالص. دلوقتي عندي 2 ار توازي مع الار، نعمل ايه؟ امسح واحدة وعد الرقم التانية. طبعا 2 في 1 على 2 زائد 1، وكأنك واخد الار عامل مشترك بره. تبقى بكام يا صديقي؟ 2 على 3 من غير آلة، يبقى 2 على 3 ار. تعالى نعمل كده، يبقى دي بقت 2 على 3 ار. طيب ممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن اخد المقاومات عامل مشترك، او ممكن احسبها بالتيار الكلي في حالات كتير قوي، او ممكن اجزأ فرق الجهد. كل ده ينفع. تعالى نعملها بطريقه مختلفه المره دي. ممكن نقول ان الاي توتال بيساوي فرق الجهد الفي بي اللي هو 22 فولت. 22 فولت على المقاومه الكليه. التيار الكلي بيساوي فرق الجهد الكلي على المقاومه الكليه. طبعا 1 و2 على 3 زائد 2، 1 زائد 2 على 3 زائد 2 يدي 11 على 3، يبقى 11 على 3 مقاوم المقاوم بسط. طبعا كل ده يدي كام؟ بص بقى، هيدي 66 على ال 11 اللي هي ب6. خلي بالك 6 ايه هي؟ 11 ار على 3، فتقدر تقول هي 11 ار على 3 مقاوم المقاوم بسط. يبقى في تحت هنا 6 على ار. ده مين؟ ده التيار الكلي. تعال بقى نحسب فرق الجهد اللي هو بيكون بيساوي الاي توتال في 2 ار. يلا بينا نحسبه. الاي توتال بكام يا صديقي؟ اي توتال ب 6 على ار في 2 ار. طبعا انت كان ممكن تقول من الاول ان الارات بواحد زي ما احنا متعودين، فتطلع ب 12 فولت. خلاص، يبقى زي ما انت متعود كده كده كان ممكن تقول الار بواحد، هي كده كده في الاخر بتطير مع بعض. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية، فإذا كانت R1 لا تساوي R2 فإن الفولتميترين اللذين لهما نفس القراءة. طيب أنا أعرف إيه عن الفولتميتر؟ أعرف إن الفولتميتر بقدر أقفله على أي نقطتين، أمد فيه براحتي في سلك فاضي، المهم يقفل على نقطتين. طيب 2 ده على مقاومة مختلفة عن ده، فأكيد ولا 2 ولا 3 شبه بعض. طب ما تيجي نشوف 1 و4 كده. 1 المهم ان تي تبقى نقطه مثلا الف، فده سلك فاضي الف، فدي نقطه فاضيه الف. ايه ده؟ ده الفولتميتر ده بيقرا الف من الناحيه دي زي الفولتميتر اللي فوق. طيب الفولتميتر من الناحيه دي بيقرا لو نقطه ب ج احمد، اي اسم ولد بنت اي حاجه، هيفضل فرق الجهد ثابت على السلوك الفاضيه دي. فكده كده الفولتميترين ممدودين على نفس الحاجه. وهنا بقدر اقول ان الفولتميتر بقدر امده براحتي، اي نقطتين بيقفل عليهم الفولتميتر بيدوا نفس القراءة، فتكون الإجابة 1 و4. اللي بعده الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية، فإن قراءة الفولتميتر والأميتر هما إيه؟ طيب واحدة واحدة. أقدر أعمل إيه؟ أقدر أحسب دايما المقاومة الكلية. أول حاجة أقول التيار جه هنا 6، اتجزأ يبقى وارد يكون عندي توازي، فأقدر أقول إن ال6 اللي تحت التيار اتجزأ من هنا واتجمع هنا ومشي طبعا لفوق كده، جه في ال6 دي. فال6 اللي فوق وال6 اللي تحت على التوازي. لو بتتلخبط حط نقطة 1 1 1، طالما عديت على مقاومة يبقى لازم تغير الرقم. ما بين 1 و2، ما بين 1 و2، فانت اتأكدت ان هما توازي. خش يا صديقي على طول. يبقى انا عندي كده 6 زائد 6 و3، 6 و6 التوازي بتاعهم 3 يدي 9 اوم. ده مين كده يا مستر؟ ده الار توتال. انا محتاج الاي توتال، فالاي توتال بيساوي 18 في بي على الار يدي 2 امبير. طيب هل انا عايز احسب الاي توتال، عايز احسب التيار اللي مشي هنا ولا لا؟ لا انا مش عايز احسب التيار الكلي. يعني الثلاثه ال2 امبير دي ماشيه ماشيه ماشيه، هل ال2 امبير دي اللي انا عايز احسبها؟ طبعا لا.
انا التيار لسه هيتجزأ. طيب لو بيتجزأ على مقاومتين قلنا توأم بيتجزأ على التساوي، فلو عندي 6 و6 اوم توازي مع بعض التيار هيتجزأ عليهم قد بعض، فدي تبقى 1 امبير وتحت 1 امبير. بس يا صديقي اقدر اقول ان الاميتر اللي انا بقيسه 1 امبير، واقدر اقول ان 1 في 6 بيدي 6 فولت. طيب في الدائرة المقابلة إذا كانت قراءة الأميتر وذلك الريوستات عند النقطة A تساوي 12 فولت، الامتحان ده في سنة قبل كده مظبوط، وقراءته عند غلق الزالق النقطة B تصبح 3 فولت، فتكون قيمة المقاومة المأخوذة من الريوستات. جميل أوي السؤال ده، ركز معايا بقى. أول حاجة كنا عند B، فأقدر أمسح دي وأقول إحنا عند إيه الأول حاجة. طيب بعدين لو أنا أخدت بالي هكتشف إن الفولتميتر متوصل على البطارية، لأن أنا قلت أي نقطتين بيقفل عليهم الفولتميتر بيبقى متوصل على البطارية. أقدر أقفل النقطتين دول؟ أقدر. فهقول ان الفي بتساوي اي في 5. طب انا مش معايا الاي، مجهوله عندي، والفي برضو مش عندي ب 12. خلي بالك انا عندي برضو الفي الحاله الاولى كان ب 12. اقدر اقول 12 بيساوي اي في 5، فاقدر اقول ان الاي بيساوي 2.4 صح الاي بيساوي 2.4 امبير. طب هل هستخدم التيار؟ لا، ما انا برضو اقدر اقول ان فرق الجهد الكلي بيساوي الاي توتال في الار توتال اللي هو 2.4 في 5. تخيل هتطلع ب 12 فولت اللي هي البطارية. طب ما انت اصلا من الاول من غير ما تحسب الخطوة دي زيادة، وده معناه انك اخدت وقت اكتر عشان تحل السؤال، فده معناه برضو انك هتطلع من الامتحان تقول الوقت ما كفاش. فاهم قصدي؟ فهي دايما تريكات سريعه بتسهل معاك المعلومه، بدل الخطوه الزياده دي، بدل الخطوات الزياده دي كلها. انا اقدر اقول يا مستر ما هي الفي بي يا مستر البطاريه بتساوي الفولتميتر فب 12 فولت. انا كده بوفر وقت على اقصى حدود. فانا بوريك الحل، والحل برضو بس في حل احسن من حل، والاحسن انك تحل. يعني هو الاحسن انك ما يعني ايه نقول له حل احسن من حل، فواحد يقول لك خلاص انا مش هحل خالص، لا برضو تحل وتطور من حل. خش يا مستر على اللي بعده، مش عارف يعلق ليه. ماشي، يبقى اقدر اقول ان الفي بي بيساوي 12 فولت، وده كل اللي انا هحتاجه عشان الحاله الثانيه. تعالى بقى نمسح ده ونحط الحاله الثانيه اللي هي السهم اللي فوق. امسح ده بقى كده، هتيجي تكتشف ايه؟ هتكتشف ان التيار مشي كده، مشي في الخمسه اللي قرايه الفولتميتر بتاعتها 3، فاقدر اقول ان الاي توتال بيساوي 3 على 5 اللي هي 6 من 10 امبير. ممكن نحتاجها، ممكن. وبعدين يا مستر عملنا ايه؟ ماشي كده الراجل الجميل ده عدى على مقاومه هنا، عدى على نصها، خلي بالك عدى على مقاومه، هو مش عارفين هو عدى على دي، بس عدى على ار. هو بيقول لك عايز يحسب الشويه المأخوذين من ار، سميهم ار يا عم. تعالى بقى نحسب. انا اعرف ان الفي بي 12 فولت، والبطاريه مش بتتغير لو انا فتحت مفتاح، قفلت مفتاح، انا شاري البطاريه على الحاله دي. طيب اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان نفسي مكتوم شويه مش عارف ليه. ماشي، اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الفي بي اللي هو 12 فولت هيساوي الاي توتال في الار توتال اللي هو هيساوي كام؟ 6 من 10، احتاجناها فعلا، في المقاومه الكليه اللي هي 5 زائد الحته اللي اخدناها، يبقى في 5 زائد الحته اللي هي ار. اقدر اعمل طرفين في وسطين واطلع 12 اقسم على 6 من 10 تقريبا 20. 12 على 6 من 10 يدي 20 بيساوي 5 زائد ار، فساعتها اقدر اقول ان الار ب 15 يا نجم النجوم 15 اوم. مش كاتبين. ماشي. يمثل الشكل دائرة كهربائية فإن قراءة الفولتميتر تكون بكام؟ طيب جميل. اقدر اقول ايه يا مستر؟ واحدة واحدة. اقدر دايما الهدف كله اللي انا عايز احسب تيار، فبروح احسب المقاومة الكلية. ادي 10 و10 و10 30 توازي مع ال 15 ب 10، يعني المقاومة الكلية ب 10 انت تعملها بالراحة وتحسبها. وبعدين طبعا انت مش بتحسب الفولتميتر ده بتدخله في الاخر خالص، فاحنا كأن الفولتميتر ده مش موجود لحد ما نخلص حسباتنا كلها. طيب اقدر احسب الاي توتال. الاي توتال هيساوي 12 على 10 يعني هيساوي 1.2 من 10 امبير. هل التيار ده اللي مشي عند الفولتميتر؟ لا، الفولتميتر كان متوصل على المقاومه العشرة والعشرة كده من جوه ومن بره، مش هتفرق. فانا محتاج مين؟ ركز معايا، انا محتاج التيار اللي مشي في الفرع العشرة والعشرة ده، يبقى انا محتاج تيار فرع، فده يجيب لنا فكره تجزئه التيار. تعال نجزأ التيار واحده واحده. انا اعرف ايه؟ التيار اللي داخل يتجزأ، داخل يتجزأ قلنا الحصه اللي فاتت في توازي الافرع بيساوي تيار الفرع
في مقاومة الفرع. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. التيار اللي داخل 1.2، التيار اللي داخل الجذر توازي الأفرع قلنا ب10. تيار الفرع عايزين نحسب مقاومة الفرع كله، اوعى تروح في داهية، 10 و10 و10 يبقى 30. اوعى تقول لي مقاومة الفرع ده، لا أنا عايز الفرع اللي بيتجزأ كله. يبقى أقدر أقول ساعتها إن التيار هيكون بيساوي كام؟ 1.2 في 10 على 30. فاقدر اقول ان التيار ده بكام؟ 4/10 امبير. انا عايز احسب التيار؟ لا، ده في خطوه زياده، عايز احسب الفولتميتر. طب الفولتميتر بيقرا الاي في المقاومه اللي تحتيه، الاي بكام؟ قلنا ب4/10. المقاومه بكام؟ 10 و10 20. يبقى 4/10 في 20 وهي متسابه على الاله كده هتطلع ب8 فولت. ايه اللي بعد؟ سؤال حلو وجميل. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية مستخدما البيانات الموضحة على الشكل، فإن النسبة بين قراءتي الأميتر I1 والI2 تساوي 1:1. واضح إن فيها تجزئة تيار مرتين. قلنا دايما بدخل لو المقاومة الكلية أقدر أحسبها فبحسبها عشان أقدر أحسب التيار. طالما عايز تيار تروح تحسب مقاومة وفرق جهد، هي دايما معروفة كده. المقاومة الكلية 6 في 9 على 6 زائد 9، طبعا دول توازي، 6 في 9 على 6 زائد 9 تطلع بكام؟ 4.8 تقريبا. لا النهار ازرق يا مستر، انت هتألف يا مستر، يا بتحسب على الآلة وبتكتب غلط يا مستر، يا نهار ابيض. ماشي طيب 10 في 15 دي انا فاكرها 10 زائد 15 ب7.5 ب6. لا يا مستر انت مش عاجبني النهارده. عادي يا عم، دي حاجات على الآلة بقى، صباح الفل. 9.6 دي الار مين؟ الار الكلية. طيب عايزين نحسب التيار الكلي، هيكون بيساوي في بي على الار توتال. الفي بي ب24، الار توتال ب9.6، يعني 24 على 9.6 تطلع ب2.5 امبير. خلي بالك 2.5 امبير ده التيار الكلي. هنبدأ نجزأ فنشتغل على مرحلة التجزيء مرتين، ممكن نكتبها في الوسعية اللي تحت دي. التيار اللي داخل يتجزأ 2.5. مقاومة توازي الأفرع اللي هو ال6 في ال9 دي كانت ب3 و6 أهي، يساوي تيار الفرع I1 مقاومة الفرع ب9. أقدر أقول 2.5 في 3 و6 على 9 تطلع ب1 على الI2. التيار هنا رجع يتجمع تاني فهبدأ أشتغل بالتجزئة. 2 و5 توازي الأفرع اللي على اليمين ب6 بيساوي الI2 في 15. 2.5 في 6 على 15 تطلع ايه ده؟ بواحد، برضك بواحد. صباح الفل. ماشي. فهي طبعا نفس نسب المقاومات، اقدر اقول ان دي نسبهم 6 على 15 ودي 9. او لا بلاش نسب المقاومات عشان بتلخبط الناس، بلاش. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية الفولتميتر 12 فولت، فإن قيمة القوة الدفعة الكهربائية في بي تساوي. طيب بالراحة خالص، الراجل ده ب 12 فولت، دايما بشتغل المكان فيه حاجتين. طب هو عايز يحسب في بي صح؟ احسب تيار ومقاومة كلية. طبعا تيار كلي ومقاومة كلية يطلع لك الفي بي. تعالى واحدة واحدة. معيش ولا تيار كلي، ممكن احسب المقاومة الكلية. تيجي نحسبها الأول، يلا بينا. أنا أعرف إن المقاومة الكلية فوق ده 10 توالي، وبعد كده 10 و15 توازي، قلنا ب6. 6 و2 8. وشفت بقى احنا بقينا خلاص، بقيت راجل ماهر. ده الفيديو التالت في الدرس التاني، يعني ما ينفعش تكون ما بتعملش توالي وتوازي بسرعة وبسرعة صح، وممكن تعملهاش بسرعة عادي، يعني انت وراحتك. طيب وبعدين يا مستر كده احنا حسبنا المقاومة الكلية، فاضل لي التيار الكلي. خش يا باشا، الفولتميتر ده بيقرأ 12 فولت، فاقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان الفرع اللي فوق ده بكام؟ أرض 12. التيار اللي فوق بيساوي 12 على 4 يساوي 3 أمبير. يبقى أنا ماشي في الفرع اللي فوق ده قد إيه؟ 3 أمبير. هل ده التيار الكلي؟ لا يا مستر مش ده التيار الكلي. طيب أنا ممكن أعمل إيه؟ ممكن أحسب فرق الجهد على الفرع اللي فوق. هو أنا مش عارف إن هما توازي صح؟ ففرق الجهد اللي على الفرع اللي فوق كله هيكون بيساوي فرق الجهد على الفرع اللي تحتيه اللي هما توازي مع بعض. فأقدر أقول إن 3 أمبير اللي هي التلاتة اللي فوق في 10. ما احنا لو عملنا التوازي بتاع ده كله، التوالي قصدي بتاع ده كله اللي هو ب10 اوم، فهنقول 3 امبير في 10 يدي 30 فولت. يبقى الفرع اللي فوق بكام فولت؟ 30. انزل الاقي الفرع اللي تحت برضو بكام؟ 30 فولت. ايه ده؟ معايا رقمين، هات التالت. مين التالت؟ التيار.
يبقى اقدر اقول ان هنا التيار بيساوي 30 على 15 بيساوي 2 امبير. ايه ده الفرع ده ب3 والفرع ده كان جاي ب2، يعني هي تجزأ كام؟ 5. ما انا عارف ان التيار الكلي بيساوي محصلة التيارات اللي اتجزأها. فاقدر اقول ان التيار الكلي بيساوي الاي 1 زائد الاي 2 اللي هي ب5. يبقى اقدر اقول ان دي في 5 الاي توتال في الار توتال تكون بتساوي 5 في 8 اللي هي الفي بي اللي هي 40 فولت. واللي بعده الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية فتكون قيمة الفولتميتر تساوي. طيب اقدر اقول ان المقاومتين دول على التوازي بواحد اوم، واقدر اقول التيار مشي في الواحد ومشي في الاتنين وبعد كده مشي في التلاتة وراح جه كام. طب الفولتميتر ده بيقرا مين؟ فرق الجهد على المقاومة. قلت لك بمده هيقفل اي نقطتين، ممكن اخليه يقفل كده على الاتنين والواحد وال12 وهيدي نفس القرايه بس انت لسه ما اخدتهاش دلوقتي. يقدر يقفل على التلاتة بالمنظر ده كده، يبقى ليه قفلتين بس احنا هناخد القفله اللي احنا اخدناها على المقاومه. خش يا صديقي معايا وصلي على النبي. ايه الفولتميتر هيكون بيساوي؟ طبعا تقدر تشتغل بتجزئه فرق الجهد بسيطه خالص، مش الواحد والاتنين دول توالي، فاقدر اقول ان دول قيمتهم 3 طبعا لما فرق الجهد ب 12 ويتقسم على 3 و3 في كل واحده تاخد قد التانية 6 فولت و6 فولت. تقدر تعملها كده، وتقدر برضو تعملها انك تقول الاي توتال كان هيساوي كام؟ 12 على 12 فيدي 1 امبير. صح ولا هيدي كام؟ لا مش 1 امبير، 12 على 6 سوري، 12 على 6 يدي 2 امبير. فتقول الاتنين جت كده 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 كده، ده يقرا 2 في 3 اللي هي ب 6 فولت فيطلع نفس القرايه. انا بوريك حلول كتيره، انا مش بس الهدف منه ان انا احل لك احسن حل واسرع حل، لا انا بحل لك مره واتنين واوريك فكره وفكره وفكره. مش كلنا، اصل واحد مثلا شاطر وذكي يجي له فكره اسرع من المدرس فيقول ايه ده بقى، هو انا كده اللي بحل غلط، فيدمر البوتنشال اللي عنده انه يقدر يبقى فعلا شاطر جدا. بس هو بمجرد انه بيتفرج على حد بيحل حلول عاديه جدا، رتمها هادي جدا، مفيش اي فكره جديده، ما يعليش دماغه ما يعليش افكاره، فتلاقيه محدود. انما انت لما توري الافكار العاليه حتى الناس اللي مستواها ضعيف تبدا تلقط افكار جديده وحاجات عاليه. طيب الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية، فإذا كانت قراءة الأميتر تساوي 1 أمبير. طبعا أنهي أميتر؟ الأولاني، فده ب1 أمبير. قال لك عايز قراءة الأميتر الثاني والفي بي. طيب أنا أعرف إن دي توالي ب6، امسح من بداية أول واحدة لنهاية آخر واحدة وحط 6 أهو. بعد كده تكتشف اكتشاف جميل قوي. إيه هو؟ أقدر أقول إن التيار جه كده اتجزأ ل6 و6، فالستة خدت واحد فالستة التانية لازم تاخد قدها. ليه يا مستر؟ ما انا عارف ان فرق الجهد فوق قد فرق الجهد تحت. احسب فرق الجهد تحت كده يكون 1 في 6 فيكون ب6 فولت، يبقى اكيد فوق الفرع اللي التاني التوازي معاه ب6 فولت. 6 فولت على 6 قوم يدي 1 امبير. عشان كده دايما بنقول ان مقاوماتهم متساويه في التوازي واخدين نفس التيار. طيب كده انا اقدر اقول ان التيار الكلي بكام؟ بص بالراحه خالص، انا جاي لي هنا 1 امبير وجاي لي هنا 1 امبير، بعد كده يتجمعوا هنا يكونوا 2 امبير. طيب ممكن نعمل التوازي بقى كله، يعني دي 6 و6 فيكونوا 3، وبعد كده 3 و3 يدوا كام؟ 6 اهو. طيب انا اعرف ايه يا مستر؟ اعرف والله ان الفرع ده كده، بص لو خدت بالك كده هتلاقي في فرع جه كده وفرع جه كده. ايه ده؟ هو انت بتقول يا مستر ان ال 12 وال6 دول على التوازي؟ اقول لك ما هو التيار من هنا لو اديت نقطة واحد واحد فاضي وبعد كده عديت الناحية دي 2 فاضي 2 2 2 فبقوا ما بين نفس النقطتين دول توازي. يبقى ادخل على طول يا صديقي واقول ايه؟ اقول ان طالما دول توازي ففرق الجهد الناحيه دي بيساوي فرق الجهد الناحيه دي، فاقدر اقول ان فرق الجهد الناحيه دي بيساوي 2 في 6 اوم يدي 12 فولت. يبقى الراجل ده المفروض اللي على اليمين برضو فرق الجهد عنده بكام؟ 12 فولت. فاقدر اقول ان التيار بتاع الفرع اللي على اليمين بقى بيساوي ايه؟ فرق الجهد اللي عليه ب 12 على التيار ب 12. لا التيار بكام؟ احنا عايزين نحسب التيار اصلا يا مستر على المقاومه، قصدي ب 12 يدي 1 امبير. يبقى التيار اللي على اليمين بياخد 1 امبير. طيب الفولت البطاريه، مش انا برضو لو قفلت فولتميتر كده بالمنظر ده، لا يا مستر عكيت منك كده. بص يا مستر، مش انا لو قفلت كده يا مستر فولتميتر وبعد ما قفلت الفولتميتر ده جيت لاحظت ملاحظه، هو قفله الفولتميتر دي على المقاومه دي صح؟
وقفله الفولتميتر دي برضو على البطاريه دي فاقدر اقول ايه بكل بساطه ان الفولتميتر بيقرا البطاريه. مش هو قاري من فوق 12 وقلت لك اي قفلتين لازم يكونوا بيساوي نفس القيمه يبقى البطاريه برضو بكام؟ ب 12، من غير ما تدخل في حوارات انك تحسب التيار الكلي والمقاومه الكليه. عايز اقول لك على حاجه، لو حسبتهم هيطلعوا ب 12. وعايز اقول لك على حاجه برضو، مش احنا قلنا لما تكون بطاريه مقاومتها الصغيره بصفر وقلت لك سيبها دلوقتي اللي بعدين هتاخدها بعدين، بطاريه توازي مع مقاومه فالاثنين بيكون ليهم فرق الجهد، دي شرحناها في حصه التوازي. فبقدر اقول ايه؟ انها تكون بتقرا 12 فولت. طب يا مستر ممكن تعملها لنا بسرعه لو التيار الكلي ماشي؟ احنا قلنا ان هيمشي هنا 1 امبير وهيمشي في الفرع ده 2 امبير، فالتيار الكلي ب3. فاضل لي احسب المقاومه الكليه. كنا حسبنا اللي على الشمال دول كلهم ب6، 6 في 12 على 6 زائد 12 يدي 4، يبقى برضو طلعت 12 فولت. يبقى انا حسبت لك الفولتميتر ب3 حاجات. لو عايز تقوي نفسك في اسئله الفولتميتر لو بتلخبطك وانت بتتفرج عليا، شوف انا بحل ال3 طرق ازاي. ما تبقاش قافل على طريقه واحده او انك قافل على حاجه معينه لو ما لقيتهاش ما تعرفش تحل السؤال. لا، انا عايزك موسع مداركك، لان الفولتميتر ده هتلاقي السؤال ممكن بيتحل ب6 طرق. وانت وحلاوتك كده اللي هو انت فاهم هتلاقيك بتجيب 5 طرق 4 طرق وانا اديك الطريقتين الناقصين، يبقى انت كده برنس. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية. قراءة الفولتميتر فإن قراءة الأميتر القوى الدفعة الكهربية تكون تساوي إيه؟ طالما قلت لك عايز الفي بي فتروح تدور على الأي توتال والآر توتال. طالما قال لك عايز تدور قراءة الأميتر، بص بقى نبص على السؤال. أول حاجة برضو دي 4/10 في 7.5، أقدر أقول 4/10 في 7.5. أحسب مين؟ الفرق الجهد على طول، اللي ناقص تحسبه من ال3. معاك حاجتين تحسب التالت، ودايما تبدأ من المكان اللي فيه رقمين، ده الأفضل طبعا. تطلع بيه 3 فولت. ايه ده 3 فولت ده على الفرع اللي على اليمين؟ طب ما احنا لسه قايلينها يا مستر بقى، ما هو الفرع ده والفرع ده توازي وعايز تاكد اعمل تشيك في نقطه تفرع اهي. ادي هنا نقط 1 1 1، عدي الناحيه الثانيه سميها احمد يعني عشان اوريك ان النقط مش بتفرق. واحد يقول لي انا مش عارف رقم ايه، دي اتفه يعني حاجه. إيه يا عم سميهم احمد، سميهم احمد. الثلاثه دي ما بين احمد وواحد وما بين احمد وواحد اللي هي احمد عبد الواحد يعني، فهتلاقيها ما بين دي وما بين دي. يبقى يا باشا دول توازي. فاقدر اعمل ايه؟ اقول لو دي واخده 3 فولت الثانيه برضو لازم تاخد 3 فولت قدها. طيب ما انا معايا كده فرق جهد ومقاومه، احسب التيار. احسب التيار يا مستر. حاضر. اقول ان التيار اللي ماشي هنا فرق الجهد على المقاومه 3 على 30 يساوي 1/10. خلينا بس نتاكد، طبعا 1/10 مش محتاجه يعني تاكيد، امبير. طيب يبقى انا اقدر اقول كده ان التيار الكلي بيساوي ايه؟ التيار الكلي قانونه I1 زائد I2 في التوازي. التيار اللي جه ب1/10 زائد 4/10 هيكون بيساوي 5/10. او انت تقولها برضو، ما هو اتجزأ ل4.5 و5 و1/10، يا 4/10 و1/10 يعني اكيد 5/10 امبير. وبعدين احنا كده حسبنا التيار الكلي اللي هو الاميتر بيقيسه 5/10. عايز يحسب ايه الفي بي؟ قلت لك الفي بي بتتحسب دايما من الاي توتال والار توتال. يبقى الاي توتال قلنا ب5/10، الار توتال تعالى نحسبها. ال7.5 دي قلنا توازي مع ال30، يبقى 7.5 في 30 على 7.5 زائد 30. 7.5 في 30 على 7.5 زائد 30 تطلع ب6 اوم. ال6 بقت توالي مع ال6 فبقت 12، يطلع ب6 فولت. هي 6 فولت صح؟ 6 و6 12، 12 في نص تبقى 6 فولت. طيب خلينا يا صديقي كده نقول حاجه. هل يا مستر لو انا جيت قفلت الفولتميتر زي ما انت قلت لي بقى بالافكار الكتير، وجيت قفلت الفولتميتر بالمنظر ده كده، فولتميتر كده، الفولتميتر المفروض قرايته 7.5 في 4/10، هل ده يدينا قرايه فرق الفولتميتر البطاريه قصدي، ولا فرق الجهد بتاع البطاريه ولا لا؟ لو جيت بصيت تعال نقارن ما بين دي وما بين المساله اللي فاتت. لو جيت لاحظت هتلاقي ان المساله اللي فاتت بالمنظر ده كده، عشان عارف ان في ناس بتفكر وبيجي لها في دماغها الاسئله دي. ركز معايا. لو انت هتكون اخدت بالك ان احنا قلنا ان القفله دي طلعت بتساوي القفله على المقاومه دي، وده فعلا كلام مظبوط. طب تعالى هنا، هل يا مستر بقى القفله بتاع اللي على المقاومه دي بتساوي القفله على البطاريه؟ لا. ليه لا؟ لان في مقاومه، يبقى هي بتساوي ايه؟ قفلتك على البطاريه وعلى المقاومه، يبقى هي بتساوي هذا الجزء
وبتساوي هذا الجزء، وبرده قفله الفولتميتر بتساوي هذا الجزء، بس مش بتساوي البطاريه. طب دي يا مستر بتتحسب ازاي؟ دي برده اللي قلت لك هتاخدها الحصه الجايه. مش هتلاقيها تيجي دلوقتي يعني ما تقلقش، بس انا بحاول احل من غيرها لحد ما تبدا تيجي نحل بيها. بس في فولتميتر على بطاريه دي انت لسه ما اخدتهاش. ماشي هتيجي دلوقتي يعني ما تقلقش. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية إذا كانت البطاريتين متماثلتين، وعند غلق المفتاح S1 فقط بالموضع A كانت المقاومة المكافئة للدائرة 12 أوم، وعند فتح S1 وعند غلق S2 فقط بالموضع B مر بالتيار كهربي 2 أمبير. فإن ال VB قلت لك دايما ال VB I توتال في ال R توتال في الغالب، وهنا قيمة المقاومة R. طيب بالراحة بقى نقرأ السؤال تاني نفصل الحالات. بطاريتين متماثلتين عند غلق S1 بالموضع A اهو، يعني قفلنا S1 فقط بالموضع A، ومرة كانت المقاومة المكافئة 12 بالراحة خالص. تعال نشوف المعادلة دي. طبعا اي حاجة الوصلة بتاعتها مفتوحة او المفتاح مفتوح بتمسحها من بداية الفرع لنهاية الفرع. ده مش تبعنا ماشي كده كده كده. بص بقى اول ما مسحت والله العظيم بقت مسألة اطفال صغيرين. تقدر تقولي كده ان الفي بي او المقاومة الكلية المعطى بالمقاومة الكلية. تعال نشوف. تعال نطلع كل حاجة من الرسمة دي. المقاومة الكلية بتساوي 6 ار. فرق الجهد الكلي دايما خلي بالك بالراحة، بس لما بيكون عندك حالتين تعالى نحسب تعالى نحسب برضو الفي بي، بس مش معناش حاجة بالتيار خلاص. احنا دايما الافضل دايما انك ما بتاخدش التيار في حالتين مختلفين غير لو قال لك عند ثبوت التيار. ليه يا مستر؟ ما هو انا لما بغير المقاومه او بغير اي حاجه التيار بيروح لوحده متغير. لو غيرت المفتاح مثلا فلغى لي مقاومه فالتيار بيتغير، فدايما التيار مش بقدر اخده معايا في الحالتين في الغالب برضه غير لو قال لك عند ثبوت التيار. انما مين اللي بقدر اخده؟ فرق الجهد بتاع البطاريه. فده دايما اللي انا بحاول اسعى له، اقول ان فرق الجهد بتاع البطاريه هو ده اللي انا بحاول اوصل. فاحنا ممكن نسمي مثلا الحاله الاولى ولا مش هتفرق؟ تعالى مش هتفرق، لو احتاجناها نقول كده كده المقاومه الكليه ب 6 ار في الحاله الاولى. تعالى بقى نقرا بقيه السؤال. قال لك ايه؟ وقال لك عند فتح المفتاح S1 وغلق المفتاح S2 فقط بالموضع B مر بالدائره تيار شدته 2 امبير. يعني اقفل دي ونمسح كل الفرع الجميل هذا كله 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 كله، واقدر اقول ان التوازي بتاع الستة ده ب 2 ار. 6 في 3 على 6 زائد 3 ب 2، واقدر اقول ان الفي بي اهو كده 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 2 ار و2 ار يعني 4 ار. ماشي، يعني هنا قال لك ايه؟ الفي بي بتساوي التيار اللي مر بالدائره 2 في 4 ار، فتكون بكام؟ 8 ار. ده مين؟ ده فرق الجهد بتاع البطاريه. طيب بالراحه خالص، احنا اصلا عندي منها معلومه ان ال6 ار اللي كانت في الحاله الاولى بتساوي كام؟ 12. انا دي ما حسبتهاش، فطبعا الار هتكون بتساوي 2 اوم. فاقدر من هنا اقول 8 في 2 تطلع ب 16 فولت. طبعا الاجابه تكون هي ب 2 و16 فولت. انا بس ما سرحت. يعني ايه؟ وانت بتحسب المقاومه الكليه في الحاله الاولى اللي هي المقاومه الكليه اللي هي ب 6 ار، هتقول ان ال6 ار بتساوي 12، فالار تكون بتساوي 2 اوم، فدي 2 وتختار 2. وبعد كده وانت بتحسب الفي بي خلاص الار ما بقتش مجهوله، فبقت عندك تقدر تقول 4 ار، يعني 2 في 4 وكانت الار ب 2، فتطلع دي بكام؟ 8 في 2 16. الاشكال التاليه تمثل عده دوائر كهربيه اذا علمت ان قيم شده التيارات 1 و2 و3 متساويه. يبقى في الحاله دي التيارات متساويه حتى لو المقاومات مختلفه ما يهمكش. لكل بطاريه من البطاريات فان العلاقه بين قوه دفع الكهربيه تكون ايه؟ ماشي، انا اقدر اقول ان ده اي واحد. هو قال لك التيارات كلها متساويه فممكن نسميهم كلهم اي. يعني لو انا الاربعه اوم اللي فوق دي خدت اي، اكيد الاربعه اي اللي تحت هتاخد اي برضه، يبقى اكيد كان ماشي في الدايره كام؟ 2 اي. يبقى اي اتجزع لاي واي واتجمع 2 اي. طب ما تيجي نحسب بقى التوازي بتاع دول كده، يبقى 4 و4 توازي ب 2. يبقى اقدر اقول ان البطاريه يا حاج رقم واحد بتساوي التيار الكلي ب 2 اي في المقاومه الكليه ب 10، فتكون 20 اي. ده الفي بي واحد. طيب تعالى نحسب الفي بي 2. لو قلنا ده برضو باي واللي فوق ده واخد قد ايه مقاومه؟ 6 اوم،
في حلين قصادك وفي حل مستواه اعلى من حل. الحل التقليدي انك هتقول ان فرق الجهد تحت بيساوي 3 اي عشان مضروبين في بعض، انقله فوق فرق الجهد فوق يكون ب 3 اي، الاي ده رمز ما يهمكش كلمه اي ولا مش اي، 3 اي. يبقى اقدر اقول تحت ان هنا كده ان التيار في الفرع اللي فوق هيكون بيساوي فرق الجهد 3 اي على 6 فيكون نص اي. يبقى التيار اللي مشي دخل في الفرع اللي فوق ده هو نص اي، فنقدر نقول ان التيار اللي اتجمع 1.5 اي. كده احنا حسبنا التيار الكلي، محتاجين نحسب المقاومة الكلية. طبعا 6 فوق و3، 6 في 3 على 6 زائد 3 تكون ب2. يبقى الفي بي 2 تعال نكتبها هنا، الفي بي 2 هتساوي 1.5 اي في 2 فتكون 3 اي. طيب ايه الحل التاني يا مستر؟ تعالى كده نرجع نفكر مع بعض. انا دلوقتي عندي فوق قلنا 6 اوم، صح 6 اوم. عندي سؤال، هو مش دي وخدت اي؟ واحنا عارفين ان التيارات عكسي مع نسب المقاومه على التوازي. لما قلت لك على التوازي فرق الجهد ثابت، فالتيار والمقاومه علاقه عكسيه، صح؟ طيب ايه اللي حصل؟ مش ال3 اوم دي بقت 6 اوم؟ اقول لك يعني المقاومه زادت للضعف، فاقدر اقول لك ان التيار حصل فيه ايه؟ قلل النص فيكون نص اي. فهمت اللعبه؟ يبقى هي بتكون في ارقام سهله، 5 و10، 10 و10، 20 و10 مثلا، فدي واحده وضعف الواحد. طب 10 و10 اتنين ياخدوا نفس التيار، ارقام كده اللي هو انت تلقط دي ضعف دي نص دي مش عارف ايه، فتبدا تلقط الارقام مع بعض. فكان ممكن اقول لك ان دي 3 ل6 فدي تبقى اي ودي نص اي، يبقى الكل بكام وتحسب. احنا برضو حسبناها والدنيا زي الفل. خش يا صديقي على اللي بعده. اللي بعده بقى ماشي. فوق اهي زي ما انا قلت لك كده، هنا دي الاي اهي فوق. الاي مين خد اي؟ 8 اوم فوق، واخدين كام؟ اي. يبقى منطقي جدا ال8 اوم اللي تحت على التوازي ياخدوا برضو اي، لان هم بتاع 4 و4 ب8. مش اللي فوق خد اي وهم قد بعض، فاللي تحت برضو ياخد اي، يبقى المجموع 2 اي. فاقدر اقول ان فرق الجهد الفي بي 3 هيكون بيساوي كام؟ التيار الكلي ب 2 اي، المقاومه الكليه 8 توازي مع 8 4 فيدي 8 اي. طب وكان في حل تاني؟ في حل تاني. ايه هو؟ اصلا البطاريه على التوازي مع المقاومه دي بتيارها بمقاومتها. يعني اقدر اقول من الاول ان اي في 3 بيساوي في بي 2، واقدر اقول ان اي في 8 بيساوي الفي بي 3. ليه؟ لان هم على التوازي، ففرق الجهد بتاع البطاريه هيساوي فرق الجهد على الفرع، لان الاثنين الفرعين دول على التوازي. يعني ما كانش ممكن تحسبها، كان تقدر تحل حل اسرع. انا بقول لك الحل اللي هيجي في بالك والحل اللي يعلي مستواك عشان تعرف ايه الفكره. طيب احنا قلنا ايه؟ دي ب3 يبقى اصغر واحده 2، وبعد لا مفيش حاجه قد بعض، فاقدر اقول ان الفي بي 1 اكبر حاجه، بعد كده 3 وبعد كده 2. الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه، تكون النسبه بين قراءه في 1 وفي 2 تساوي ايه؟ ماشي يا سيدي، في 1 وفي 2. طيب احنا عايزين نجيب علاقه، فدايما في العلاقات تحاول تشيل النسب. يعني ايه؟ يعني مثلا لو جبت بدلاله الاي والاي هيطيروا بعض، ولو جبت بدلاله الار والار يطيروا بعض، يبقى لي الارقام. فدايما بحاول اوصل على اكبر عدد من الثوابت في المسائل اللي شبه كده. طيب تعال نفكر، هل في اي حاجه ثوابت؟ المقاومات مش ثابته، الار كده كده هتطير مع بعض، بس عايز اوصل لحاجه كمان ثابته. ما انا عايز احسب التيار الكلي عشان يبقى يطيروا بعض. طب ما تيجي كده التيار الكلي باي، تعالى كده نعمل التوازي بتاع ده، ار توازي مع الاتنين ار يدي كام؟ 2 على 3 ار. طيب يبقى انا كده عدى في التيار الاي ده 2 على 3 ار، وهو نفس التيار اللي عدى في دي، يبقى انا كده قدرت اثبت التيار في الاتنين. فانا عارف وانا بعمل نسب هيطيروا بعض. تعالى بقى نجرب الفي 1 على الفي 2. في 1 بص بقى بنعمل ايه؟ اي في، هنكتبها عادي يعني مش هنعمل مقام المقام، بس هنكتبها بطريقه اسهل. التيار باي، نكتب بلون مختلف، التيار باي، المقاومه ب2 على 3 ار. هنعمل ايه؟ هضرب بدل ما اقسم، هضرب واشقلب. يعني ايه هتشقلب؟ هقول التيار باي، المقاومه بار،
على 1. خلاص فوق هنا بقى 1، ما بقاش في حاجه محتاجه تتشقلب اصلا. بص يا صديقي، هتخش تلاقي الار طارت مع الار والاي طارت مع الاي، يبقى لك 2 على 3. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية، فإن قراءة الفولتميتر تساوي كام؟ فإن قراءة الفولتميتر تساوي كذا. هو عايز قصدي المقاومة للبطارية، المقاومة الداخلية للفولتميتر. هنقول لك دلوقتي المقاومة الداخلية للفولتميتر دي بتتركب ازاي. لو الفولتميتر ليه مقاومة داخلية بتتركب على التوازي، ولو الاميتر ليه مقاومة داخلية فبيتركب على التوالي. طب تخيل كده معايا، لو واحد جالي هي ليه يا مستر مش بتتركب على التوالي؟ لو جيت بصيت هي عم مركبه جنبها على التوالي كده، جرب 150 كيلو، وهنا في فولتميتر. هل المقاومه ال 150 كيلو اوم دي هيبقى ليها لازمه؟ اقول لك لا يا صديقي. ليه؟ ما انت عارف كده كده ان الفرع اللي فيه فولتميتر لا يمر به تيار، فالمقاومه ال 150 اوم دي انت راح تركبها ليه اصلا وانت كده كده عارف ان مش هيمر فيها تيار، فمش هيبقى ليها لازمه. فطبعا مش هيكون ليها لازمه، مش بتتركب على التوالي، بتتركب على التوازي. افتكر انت لو فولتميتر وركبت جنبه مقاومه، هل عمرك شفت حاجه شبه كده؟ لا. فالفولتميتر مش بيتركب المقاومه معاه على التوالي، بتتركب على التوازي. خلاص لقطت الفكره؟ فتعالى نعملها. بص بقى نعملها ازاي. اهي عملت كده وكتبت ال 150 كيلو بس يا باشا، وامسح اللي هو كاتبها لي هنا، يبقى انا كده عملت المقاومه اللي هو عايزها. بقت مساله عاديه جدا. ال 150 كيلو اوم دي اقدر اشيلها على التوازي مع ال 150 دي، فيديني كام؟ 75 كيلو اوم. وهنا الفولتميتر زي ما هو. واقدر احسب التيار الكلي. اقدر احسب، اقول التيار الكلي هيساوي ال في بي ب 25 على 50 كيلو. وكده كده اقدر اقول ان التيار الكلي ده، يبقى اقدر اقول ان 25 على 50 كيلو في مين؟ في 75 كيلو. ده يديني التيار، يديني بقى مين؟ قراءة الفولتميتر. يبقى انا عملت ايه؟ ضربت التيار الكلي في المقاومة بتاعت الفرع، المقاومة اللي عدت، يبقى التيار اللي عدى في المقاومة دي حسبت الفولتميتر بتاعها. يبقى طبعا الكيلو طارت مع الكيلو، ودي مع دي كده على الاتنين، فتطلع ب اي هوكس. طبعا انا حسبت بسرعة وغالبا حسبت غلط. طيب تعالى نحسبها تاني. طبعا انا حاسب غلط من بدري خالص. يا ساتر. ماشي يا ريس، صباحك فل يا مستر. انتوا عارفين الساعه كام؟ الساعه 3 بالليل. انا بصور الفيديو عشان ينزل في ميعاده. الرحمه يا رب. يبقى طبعا الاي توتال هيكون بيساوي 25 فولت على 75 زائد 50 يدي 125. طبعا انا عملت ايه؟ جمعت دي ودي. صباح الفل، صباحك فل يا مستر، ده انت المفروض تروح تنام دلوقتي. طبعا في اللحظات دي بنروح عاملين ايه؟ ماسك الاله بقى ما بسيبهاش. طبعا 25 على كام؟ على 125 يدي 1 على 5، وتحت في كيلو طبعا بتاعه المقاومات. وبعدين ده التيار الكلي. لو ضربت التيار الكلي في المقاومه اللي هي ب 75 دي، تطلع معانا 1 على 5 في 75. طبعا هي كيلو، فالكيلو هيطير مع الكيلو وتطلع ب 15 فولت. كده انت يا مستر بدات تنام اكتر. ماشي. الشكلان 1 و2 يمثلان دائرتين كهربيتين. اذا علمت ان الموصلات المعدنيه منتظمه المقطع ومصنوعه من نفس الماده، يعني الرؤي ثابت والمساحه برضو بيقول لك هي ثابت والبطاريتين متماثلين، اي حاجه تحبها بقى. بيقول لك احسب لي الفي 1 على الفي 2. طيب لما الرؤي ثابته والمساحه بتبقى ثابته، احنا عارفين ان المقاومه بتكون طردي مع الطول. ماشي. فدي لو مقاومتها ار، فدي 3 ار، فدي ار، فدي 2 ار. نقدر نحسب في 1. اقدر احسب في 1. اقدر اقول ايه؟ ركز معايا كده بالله عليك. اقدر اقول ان صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. اقدر اقول ايه بقى؟ مثلا في 1. تعالى نحسب في 1 وهشرح لك بيتحسب ازاي. في 1 ده عباره عن ايه؟ التيار اللي كلي في المقاومه بتاعت حضرتك. المقاومه بكام؟ بار. التيار الكلي بكام؟ تعالى نحسب. عباره عن البطاريه على مجموع المقاومات اللي هي 4 ار. طير دي مع دي، يبقى الفي 1 بتساوي في بي على 4. ونضرب، ودي بقى هنبقى نشقلبها، هنبقى نكتبها بعدين. طيب هنا الفي 2 ده هيكون بيساوي التيار الكلي في المقاومه بتاعه الفرع. يبقى المقاومه بتاعه الفرع ايه؟ التيار الكلي. تعالى نحسبه. التيار الكلي بكام؟ بفي بي على 3 ار. طير يبقى في بي على 3. هنكتب في بي على 3 مقام المقام بسط. طير تبقى ب3 على 4. لقط الفكره يا صديقي؟ يبقى الموضوع كله انك بتعمل ايه؟ بتقول الفولتميتر هيساوي هنا المقاومه وهنا الاي توتال، تروح تحسب الاي توتال عادي، في بي على مثلا ار توتال في الار. ماشي.
الشكل المقابل يمثل جزء من دائرة كهربية يمر بها تيار كهربي. إذا كانت قراءة الأميتر 1 أمبير تكون قراءة الفولتميتر هي إيه؟ ماشي يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسس أنا محتاج بريك، أنام لي كده 18 ساعة وأرجع أكمل. ماشي. يلا يا صديقي اصحى كده وفوق، اصحى يا باشا. إذا كانت قراءة الأميتر 1 أمبير، دعوة وكومنت لذيذ كده والله العظيم بيخليني قاعد شغال لحد دلوقتي. لو الاميتر ده بيقرا 1 امبير، طيب تعال نشوف. مش احنا قلنا اي رقمين هات التالت؟ طب الفي بي ده هيكون بيساوي 8 في 1 8 فولت. في بي ايه يا ماستر؟ في بي ايه؟ لا انا كده محتاج يا رب بسم الله فرق الجهد. عشان كده لما اقول لك حل فيزياء اول ما تصحى من النوم مش وانت جاي تنام عشان ما يحصلش اللي بيحصل معايا ده. خلاص انا فوقت اهو. فرق الجهد تحت هيكون ب 8 فولت. مش فرق الجهد على التوازي ده اقدر اقول ان هو فرق الجهد على الاثنين، يبقى فوق برضو ب 8 فولت. يبقى اقدر اقول ان هنا 1 امبير وفوق 8 على الاثنين فيكون 4 امبير. فاقدر اقول ال 4 امبير والواحد اتجمعوا فهنا 5 امبير. طب هنحسبها ازاي ده يا مستر؟ دي صعبه قوي. ولا صعبه ولا حاجه، صباحك فل يا برنس. ما انت لو عملت التوازي، خلي بالك عشان ما تغلطش، خلي بالك عشان ما تغلطش. احنا دلوقتي بص بقى اللعبه دي بقى. ايه هي اللعبه دي بقى؟ ركزت معايا؟ بسم الله. هذا الفولتميتر بيقرا القفله دي صح؟ او بيقرا القفله دي صح؟ طيب القفله دي طبعا اللي هي من هنا كده. طيب تعال نفكر. ما هو هنا قارئ 8 فولت ودي 8 فولت، وهنا 2 و4 في 5 تقريبا بكام؟ 12 فولت. في واحد قلبه وعقله على نياته خالص هيقول لك يا مستر 12 زائد 8 زائد 8 16 و12 30. اقول لك على حاجه في اخر السنه هتكون مكتوبه في الاجابات 30. طبعا 30 غلط. طيب ليه غلط يا مستر؟ ما انا اصلا عارف ان التوازي كلهم تمانيات، يعني لو ركبت 100,000 مقاومه هنا هتبقى 8 8 8 8. انما الفرع الباكج كامله كام فولت؟ 8 فولت. والباكج ده كام؟ 12 فولت. يبقى المحصله بكام؟ كأن عندك مقاومه بتاخد 8 فولت و12 فولت، فتقول لي التوتال بكام؟ 20 فولت. خلي بالك لا يوقعك، والله العظيم انا عارف ان لو حط لك ال 30 في الاختيارات انت هتختار وهتقول 8 و8 وكام و12. سؤال جامد والله العظيم، سؤال جامد ويوقع. خلي بالك بالله عليك. هي الساعة كام؟ ماشي. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية. إذا كانت قراءة الأميتر 2 أمبير فإنه مقدار فرق الجهد الكهربي بين النقطتين إكس وواي يساوي إيه؟ طيب عايزين نقول إن قراءة الأميتر دي ب 2 أمبير. طيب التيار جه هنا اتجزأ لتحت وفوق برضو نفس الكلام، فأقدر أمسح التوازي 4.5 و9 ب3 إن شاء الله ب3 يعني. لا أنا عاملها في الآلة 4.5 في 9 على 4.5 زائد 9 تطلع ب3 فعلا. طيب لو اخدت بالك الفرع اللي تحت طبعا دول توازي، الفرع كامل فوق توازي مع الفرع كامل تحت، فنقدر نقول ان دي كلها ب9. اوعى تسرح مني، ب9 اوم. فاقدر اقول ان ال9 اوم اللي تحت وال9 اوم اللي فوق دول توازي، ففرق الجهد تحت قد فرق الجهد فوق، يبقى تحت 18 فولت وفوق 18 فولت برضو نفس الكلام. فاقدر اقول تيار فوق 2 امبير. طب انت يا مستر لو اصلا مصحصح ما انت كنت هتقول لي ان المقاومتين على التوازي فدي المقاومه التوأم، فكل واحده فيهم هتاخد نفس التيار ونفس المقاومه ونفس فرق الجهد. ماشي. يبقى 2 امبير فوق و2 امبير تحت، يبقى الفي بي ده ماشي في كام؟ 4 امبير. هو اصلا عايز ايه بقى؟ مقدار فرق الجهد بين اكس وواي. ارجع بقى تاني. انا عارف ان فرق الجهد هو هنا، يعني فرق الجهد ده مين؟ يا بيقيس فرق الجهد على 4.5 يا بيقيس فرق الجهد على 9 يا بيقيس فرق الجهد على مين يا ريس؟ ركز معايا لا يغفلوك. لا بيقيس فرق الجهد بين النقطتين اكس وواي كده بالمنظر ده كده. يلا يا صحاب معلش التسجيل فصل. كنا بنقول في اللحظه دي طبعا هي دي ب9، دي كانت المحصله بتاعتهم ب3 اوم. فاقدر اقول ان ال2 امبير جت عدت في ال3، يبقى 2 في 3 بيساوي 6 فولت، فطبعا ب6 فولت. طيب المفروض لو انت جاي ب 2 امبير واشتغلت تجزئه تيار، انا بوريك بقى ان الناس بتضيع وقت ازاي. تجزئه التيار عشان تحسب الفولتميتر بتاع كل واحده، هتقول التيار الداخلي يتجزأ في توازي الافرع يساوي تيار الفرع في مقاومه الفرع، وبعد برضو ما تحسب تيار الفرع
تضربه في الأربعة ونص مثلا او في 9 يديك برضو نفس فرق الجهد، لانك انت عارف ان الاي توتال في الار توتال هتكون بتساوي اي واحد في ار واحد زائد اي 2 بيساوي اي 2 في ار 2، ان تيار الفرع في مقاومته بيساوي تيار الفرع مقاومته بيساوي المحصله بتاعتهم في المقاومه الكليه اللي كانت معديه. الشكل المقابل يمثل دائره كهربيه، فاذا كانت قراءه الاميتر، انهي اميتر؟ اميتر واحد اهو ب 2 امبير، يعني الراجل ده ب 2 امبير، فاقدر اقول الراجل اللي فوق ب 4 امبير. طب حسبتها ازاي يا مستر؟ بسرعه، قلنا يا اما هتشتغل تحت 12 فولت فوق 12 فولت يبقى 12 على 3 ب 4 امبير، او تقول دي ضعف المقاومه، يعني بالراحه خالص، المقاومه قلت للنص فالتيار يزيد للضعف، المقاومه قلت للنص التيار يزيد للضعف عشان علاقه بالعكس. فاقدر اقول ان الجاي كلي بكام؟ ب 6 امبير. طبعا 6 في 4 ب 24. الاسئله دي بتخليك تشم نفسك قبل اللي هيجي. ماشي. الشكل المقابل يمثل جزء من دائره كهربيه اذا كان، انا زهقت من الجمله دي والله، اذا علمت ان قراءه الاميتر 2 امبير. ماشي يا سيدي، احسب لنا المقاومه، وقال لك قراءه الفولتميتر 12 فولت. ماشي يا سيدي، انا معايا مين؟ معايا التيار الكلي، فاقدر اقول ان الفولتميتر اللي هي بص الفولتميتر بيقرا التيار اللي مشي تحتيه كله اللي هو بكام؟ باتنين، ما هو ده التيار الكلي في المقاومه اللي تحتيه. طب بالراحه بقى، الفولت ب 12، التيار اللي جاي اللي مشي ده باتنين. طب انت ليه يا مستر مختار التيار ده؟ ما انت عارف انك لما تعمل التوازي بتاع ده وده فهيطلع هي 8 وار، فهيكون 8 ار على 8 زائد ار زائد 1.2 من 10. احنا هنعملها دلوقتي. التيار برضو اللي مشي فيهم بكام؟ ب2 في المقاومة الكلية 8 ار على 8 زائد ار زائد 1.2 من 10. شايف المعادلة دي كلها؟ مش هتعمل منها أي حاجة خالص، هتكتب 12. طالما عايز تكتب يساوي تدوس ألفا يساوي، الألفا فوق أهي يساوي، كتبت علامة اليساوي على الآلة، وبعد كده 2 افتح قوسين، وبعدين تعمل إيه؟ أصل أنت هتقعد تعمل رياضة في الامتحان وتغلط، او وارد تتلخبط، او وارد تبقى بطيء فيها، وارد حاجات كتيره قوي، فتقدر تعملها بايدك. بس لو انا سالتك اعملها لي بايدك تعرف تعملها بايدك، ساعتها تبقى بتستخدم الاله انك بتسرع، مش عشان مش بتعرف. لو مش بتعرف دي مشكله ولازم تحلها، لانك بعد كده مش هتسلم في حاجات الاله مش هتطلعها، فهتضطر تعملها بايدك، فلازم تكون بتعرف. انما احنا حاليا اي حاجه مجهول واحد بنسرع الموضوع ان احنا بنعمله على الاله. سريعا يا مستر، انا لازم كل حصه هقول الكلام ده وهفضل اقوله. انت مش مشاكك، وقف الفيديو وجرب تعملها من غير آلة. لو عرفت يبقى انت كده تمام، ما عرفتش يبقى انت كده مش تمام ولازم تتعلم. وبعد كده تحط الالفا يساوي تطلع 12 على الآلة، ولا توجع دماغك خالص. اذا كان سلك منصهر في احد المنازل لا يتحمل تيار كهربي اكبر من 10 امبير وكان فرق الجهد 220، منصهر يعني بيتحرق او هيتحرق لو هيسيح لو التيار زاد عن 10 امبير، فان اكبر عدد مصابيح يمكن اضاءتها دفعه واحده دون ان يتلف السلك. يبقى طبعا معايا الحلول ايه؟ ان معايا تيار ب 10 امبير، معايا 220 فولت، وقال لك مقاومه الوحده بكذا. طبعا احنا هنركبهم على التوازي لازم، فنقدر نقول ان المقاومه الكليه تساوي 220 على 10 فتكون بتساوي 22 اوم. طب ما انا لما اركبه مع التوازي فالمقاومه الكليه بتاعت حاجات متساويه على التوازي الواحده على عددهم كلهم محصلتهم بكام؟ 22. الواحده بكام؟ 270 اوم على العدد. هل ثواني معلش، عندنا خطأ فني. ايه الخطأ الفني يا مستر؟ انت ما قريتش السؤال للاخر. ادي البطاريه وادي قال لك عندي مقاومه لباقي الاجزاء بتاعت الدايره ب 4 اوم، وبعد كده عندي شويه بقى هركب بقى لمبه 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 على حسب العدد اللي انا عايز اركبه. طبعا لازم اركبه مع التوازي مش على التوالي. ماشي يا سيدي، اعمل ايه يعني؟ احسبها، دي 4 اوم وبعدين احنا لما حسبنا 220 فولت على 10 امبير يبقى بكام؟ ب 22 اوم، يبقى كلها بكام؟ 22. دي خدت 4 صح، يبقى متبقي لي كام هنا؟ 18 اوم. واخد بالك من الحته دي؟ يبقى انا باقي لي 18 اوم. 18 اوم دول هي المحصله الكليه بتاعه اللمبات. يبقى الار توتال هتساوي الواحده على عددهم. الار توتال ب 18، الواحده
ب 270 على عددهم اللي هو ان. عايز احسب الان، طلع ونزل تبقى 270 على 18. في نغزه في قلبي غريبه جدا، 15 فولت. قبل ما تبقوا دكاتره بقى وتعالجوني بقى اني بتعب مش عارف ليه. الشكل المقابل يمثل دائره كهربيه اذا كان فرق الجهد الكهربي بين نقطتين A و B يساوي 9 فولت. بين A و B هنا كده على المقاومه الجميله دي، ده بيساوي 9 فولت. ان المقاومه R تساوي كام؟ ماشي، خلي بالك ايه بقى؟ مش انا اقدر اقول ان المقاومه 1 و4 دول توالي؟ اقول لك اه يا باشا. فاقدر اقول لك ان دي كده ممكن امسح واحده واعدي الرقم الثاني ب5 اوم. خدت بالك من اللقطه دي؟ لا يا مستر ما خدتش بالي بصراحه. هي مش دي 9 فولت؟ اقول لك ودي 24؟ اقول لك برضو يبقى لما ال 24 دي خدت منهم 9، صرفت 9 في دول، الخمسه قوم ياخد كام؟ الباقي 24 ناقص 9 ب 15 فولت. اقفش رقمين، هات التالت. الرقم التالت ان التيار بيساوي فولت على المقاومه 15 على 5 فيدي 3 امبير. ال 3 امبير معديه في المقاومه، يبقى انت خلصت السؤال. 9 بتساوي 3 في الار، فتكون الار بتساوي 3 اوم. وعايز اقول لك على مفاجاه جميله جدا، انا الكتاب ده بحله وبصوره لاول مره. هل انت عمرك ما حليته يا مستر؟ عمري ما حليته، ودي اول مره انا بحله وبصوره. تخيل، الاسئله دي كلها بشوفها لاول مره. طبعا الاسئله دي اتسالنا فيها قبل كده كتير وشفناها كتير وفكرنا فيها كتير عادي، ومنهم عدى عليا كتير، منهم امتحانات سنين سابقه طبعا كنت شايفها، ولكن في اغلبيه الاسئله انا ما كنتش شفتها قبل كده. فانا بحاول اخلي الكتاب ده ليه معزه خاصه عندي، اني اكون بحله بفكر في السؤال زيك كاول مره، بس انا عندي خبره في الحل، فانت تكتسب من خبرتي في الحل وكمان تشوفني بتعرض للسؤال كاول مره. انا مش جاي اسمع لك ولا جاي اقول لك السؤال ده فكرته كذا، لا، انا جاي اوريك تجربه نقيه من التفكير تستفيد منها. دي بالنسبه لي انت لو اتعلمتها انت كده بأم خلاص، بقيت واخد دماغي معاك الامتحان، فانت بتاخد تفكيري. فهمت؟ طيب فكره السؤال هنا ايه؟ انا دلوقتي معايا بطاريه، وهنا انا محتاج احسب مقاومه، صح؟ قلت لك تحسب حاجتين لو عايز تحسب المقاومه، فرق جهد وتيار. هو مديك فرق جهد، صح؟ يبقى انت محتاج التيار، تروح تحسب التيار. اتشقلب بقى، هات التيار عشان تجيب المقاومه. فلما رحت بصيت، لو انا عايز اجيب التيار على المقاومه دي فانا محتاج فرق الجهد عليها، صح ولا لا؟ صح. طب انا هحسب فرق الجهد عليها ازاي يعني؟ فخلصت، لما خلصت التوالي دي مع التوالي دي فتحت لي الفكره بقى. جت هنا الفكره ازاي؟ بقى عندي مقاومتين، فانا عارف ان فرق الجهد بيتجزأ عليهم لان دول توالي، ففرق الجهد يتجزأ. لو دي خدت 9 دي تاخد 15 الباقي، ومن هنا خلاص السؤال فتح والدنيا بقت سالكه. هو الباب بيفضل مقفول، فانت بتحاول تفتح، تحاول تخلص حاجه، تخلص توالي، تخلص حاجه تلاقيها فتحت، يبقى انت كده زي الفل. طب والفكره لو ما فتحتش خالص، بعد ما تخلص السؤال تتعلمه وتسجل بايدك انك غلطت في سؤال كانت فكرته كذا، وصدقني عمرك ما تغلط فيها تاني. خلاص، يبقى نخش على اللي بعده. اذا كانت قراءه الفولتميتر 8 فولت، تكون كل من قراءه الاميتر وقراءه ار على الترتيب هما كام؟ طيب صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. نفسي مكتوم جدا. الراجل ده برضو ب 8 فولت، ونقول نفس الموضوع تاني. بص بقى، دي بقى ملاحظاتي على الكتاب. السؤال ده المفروض قبل السؤال اللي فوق مش بعده. التدريج مهم جدا، ولكن طبعا السؤال جامد. لو ده واخد 8 فولت ودي 18، فالار دي تاخد الباقي اللي هو كام؟ 10. لو اخدت بالك انا عملت خطوه زياده عشان اوصل لنفس الفكره دي من السؤال اللي فات. يعني انا السؤال اللي فات عملت فكرتين، فكره ان دي 8 ودي تاخد الباقي. الفكره اللي قبلها ده انا الاول جمعت دول توالي وبعد كده جابت الفكره دي، فالسؤال اللي فوق فيه خطوه زياده، فكان الافضل يجي بعد السؤال ده. فهمت قصدي ايه؟ طيب، ولكن السؤال طبعا جامد، وفي الحالتين هما كده كده نفس الفكره. طيب بالراحه خالص، دلوقتي اقدر اقول ايه؟ اقدر اقول ان التيار اللي ماشي هنا 10 على 5 فيكون بيساوي 2 امبير. وطبعا المقاومه لما يجي يعدي فيها كده 8 بتساوي 2 في ار، فالار ب4. فهمت معايا الفكره فين؟ السؤال ده فكره اقل من اللي فوقيه مع انهم نفس الفكره بالظبط، فاقدر ابدل اماكنهم يكون افضل.
اذا كانت البطاريتين متماثلتين والمواصلات الكهربيه A و B و C و D مصنوعه من نفس الماده، وقراءه الاميتر A1 تساوي 4. فين A1 اهو 4 امبير. لاحظت ان ده التيار الكلي وان البطاريتين متماثلتين، ماشي. وقلنا قبل كده لما تكون مصنوعه من نفس الماده يبقى الرو اي ثابته. طيب تعال نبص على السؤال الاولاني. يبقى بص معايا، اقدر اقول رمز الار بتساوي 2 ال على الايه. هل لو قلت حاجه زي كده غلط ولا مش غلط؟ ولا تعالى نعمل ايه؟ بص بالراحه، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. انا كل ال على ايه، كل ال على ايه هسميها بار. اي ال على ايه هقول عليها ار. فتعالى نجرب كده تجربتنا الجميله دي. عندي مقاومين اللي فوق دي الاثنين قد بعض خلي بالك، فاقدر اقول ان ال على الايه. بص بقى المقاومه اللي فوق دي المفروض بتساوي كام؟ تعالى نحسبها. هتكون بتساوي 2 ال على مساحتها بكام؟ بايه؟ ايه ده؟ ده ال على الايه بار، يبقى نقول ان اللي فوق دي ب 2 ار. تعالى بقى نمسح الاثنين دول، فاللي فوق قد بعض اصلا، فدي هتكون كده 2 ار، وبرده دي كده امسح بقى خلاص فكك 2 ار. تعال نشوف الناحيه الثانيه. اي ال على ايه هنقول عليها بكام؟ بار. بص بقى دي ال على 2 ايه، يبقى ال على 2 ايه. طب ما انا عارف ان ال على الايه بار، يبقى دي بار على الاتنين ودي بار على الاتنين. يبقى انا كده عرفت اربط المعادلتين ببعض. طيب ماذا بعد يعني؟ بيقول لك قراءة الاميتر A2 بكام؟ طالما عايز تيار احسب فرق جهد ومقاومة. طيب يا سيدي احنا كده كده خلصنا الخطوات دي، فاحنا مش محتاجينها. كل ال على ايه هتكون بتساوي ار. تعالوا نحسب فرق الجهد من الناحيتين. مش انا عارف ان الفي بي من الناحية اليمين بيساوي الفي بي من الناحية الشمال، فاقدر اساوي الاتنين ببعض. تعالى كده نساوي الاتنين ببعض، يلا بينا. الفي بي اللي على اليمين ده بيساوي ايه؟ التيار الكلي 4. المقاومه الكليه طبعا 2 ار توازي مع الاتنين ار بار. تعال نروح الناحيه الثانيه. الاي 2 في المقاومه الكليه ار على الاتنين وار على الاتنين يكونوا بار. ايه ده؟ طير كده طير كده. ده الاي 2 بيساوي 4 امبير. سؤال جامد، فكرته حلوه واول مره اشوفه بره. سؤال حلو، فكرته فين؟ انا دلوقتي لو جيت سميت، لو انا مثلا ليه فكرت ان انا اجيب نسب المقاومات كده؟ ما انا عارف ان مثلا لو قلت اي 2 في الار الحاله الثانيه بيساوي الاي 1 في الار في الحاله الاولى. طيب انا عايز احسب الراجل الجميل ده، فده كده كده بقيمه، فتمام. فلازم اجيب علاقه ما بين المقاومتين عشان يخلص لي المساله. فهمت الفكره جت منين؟ ماشي. يمثل الشكل المقابل دائرة كهربية تكون مقاومة R بتساوي ايه؟ قلنا قبل كده لو عندي مقاومتين في حل كتاب الامتحان لو انا فاكر، لو عندك مقاومة بتحسبها مرة من الدايرة وبتحسبها مرة من التوالي والتوازي، وبعد كده بنعملها ايه؟ بشيفت سولف، وبتكون مجهول واحد، واشتغلنا قبل كده الكلام ده. المقاومة الكلية هتكون بتساوي في بي على الاي توتال. في بي ب36 على 6/10 تقريبا تطلع ب60 صح؟ 60 مظبوط. جميل يا مستر، انت صحصحت كده. ال 60 هتساوي 30 زائد 50 ار على 50 زائد ار. ممكن نوفر على الاله خطوه ونقول ان ال 30 بتساوي 50 ار على 50 زائد ار. وايه رايك ان احنا مش هنعملها على الاله، احنا هنجرب الاختيارات. 90 في 50 على 90 زائد 50 مش هي. انت بقى هتسيب كل حاجه ثابته على الاله الا القيمه اللي انت عايز تغيرها. 75 75 تطلع ب 30، يبقى الاجابه ب. الشكل المقابل يمثل دائره كهربائيه اذا كانت قراءه الفولتميتر 7.2. خلاص بقى، هو عمال لي يعيد في الفكره دي ليه؟ انا متضايق، ما احنا لسه عاملينها من شويه. مش احنا قلنا من شويه ان خلاص الفكره دي، شفت بقى انت لما الفكره بتجيلك وانت عارفها وشفتها بتعرف بقى تحلها بسرعه ازاي؟ ما هي ال 16 وال8 دول توالي، فاقدر اقول 16 و8 ب 24. طيب لو دي خدت طبعا دي 24 اوم، لو دي خدت 7.2 فولت دي هتاخد الباقي. 36 ناقص 7.2 يدي كام؟ 28.8 فولت. فاقدر اقول التيار الكلي بكام؟ 28.8 على 24 يديني، والتيار اللي ماشي هنا 1.2. تعالى بقى هنا، يبقى اقدر اقول ان المقاومه هتساوي في على الاي.
7 و2 على التيار اللي جاي بواحد و2، 6 اوم. فكرة لسه جاية نفس السؤال ده وده. لا ما تحاول ايوه وده كمان. ماشي. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية إذا كان فرق الجهد بين النقطتين A و B يساوي 10 فولت، فإن قيمة المقاومة الكهربية R يساوي إيه؟ هو إيه مفيش غير السؤال ده ولا إيه؟ ولا ده حاجة تانية؟ بين نقطتين A و B ماشي بيساوي 10 فولت، هي نفس الفكرة عموما. فده برضو هيكون 10 على الاتنين 5 أمبير. فأقدر أقول إن طيب بالراحة، ما دي 5 أمبير وجه هنا اتجزأ، ده مشي فيه 4 وده مشي فيه 1 أمبير. فاقدر اقول ان المقاومه بار بكام؟ ركز معايا. ما انا اقدر اقول ان فرق الجهد متساوي صح؟ فلو دي 1 في 40 يدي 40 فولت، شفت الرقم انقله الناحيه الثانيه، ادي ال 40 فولت، 40 على 4 يدي 10 اوم. اذا كانت قراءه الاميتر 2 امبير. طبعا انت بص اقول لك على حاجه، اول ما تقفش تيار كلي وفرق جهد كلي احسب المقاومه الكليه. اي تقفش كلي وكلي احسب الثالث، اي حاجه ثالثه تحسبها. فرق جهد كلي ومقاومه كليه تحسب التيار الكلي، تيار كلي ومقاومه احسب في بي، تيار فرع مقاومه فرع احسب فرق جهد. اي حاجتين هات منهم الثالثه وهتنفعك وش يعني، اكيد هتنفعك. طيب عندي اقدر اقول ان المقاومه، طبعا هو عايز مقاومه فرع فلازم احسب في واي يدوني المقاومه ماشي، او احسب لو هو عايزها مجهوله برضو الافضل. هو طبعا هنا مش بفيو اي، ده سؤال تاني. هنا هحسب مين؟ المقاومه الكليه من الحالتين، من الدايره ومن التوالي والتوازي، ونعملها بشيفت سولف زي ما قلنا قبل كده. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. الفي بي طبعا المقاومه الكليه هتكون بتساوي 16 على 2 ب 8 اوم. 8 اوم دي هتكون بتساوي 6 زائد 6 ار على 6 زائد ار، تطلع الار ب 3 اللي هي 6 في 3 على 6 زائد 3 ب 2، 2 و6 يدوا 8. انت عاملها شيفت سولف تطلع معاك. يا صديقي نخش على سؤال 105. بيقول لك ايه؟ بيقول لك احسب لي قيمه قراءه الاميتر تساوي كام. طيب بالراحه خالص، انا اعرف ايه يا صديقي؟ انا دلوقتي عايز احسب التيار فرع، فطبعا هحسب تيار فرع من تيار الكلي وابدا اجزأ، والتيار الكلي قلنا بنحسبه من المقاومه الكليه والفي بي. طيب معايا الفي بي المقاومه الكليه مش معايا فمضطر احسبها، كتفي وجعني جدا. هي شغلانه التدريس دي هي اللي بتجيب اجل الواحد، انا عارف والله. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي، بسم الله يا رب. طبعا المقاومه الكليه هتكون بتساوي 32 في 96 بتطلع ب 24، و24 و8 توازي فهتكون المحصله ب6، كأن دول كده معانا ب6، 6 و6 توالي 12، يعني المقاومه الكليه بتساوي 12 اوم. دي مين؟ دي المقاومه الكليه. طيب جميل. وبعدين ال 12 اوم تعال نحسب التيار الكلي، فيكون بيساوي 36 على 12 يساوي 3 امبير. جميل. ها يا صديقي جاهز؟ جاهز يا ريس. يبقى انا كده حسبت ايه؟ حسبت ان التيار اللي جاي يتجزأ كده. تعالى بس نمسح دي كده واحده واحده، بالله عليك بالله عليك لا تركز. دي 3 امبير جاي يدخل من هنا 3 امبير، هيتجزأ على مين؟ على ال 32 وعلى ال 96 وعلى ال 8، على 3 حاجات. بالراحه سيكاها، ريح خالص اعصابك. طيب التيار اللي داخل يتجزأ ده ب3، هنحسبها ازاي؟ هقول التيار اللي داخل يتجزأ في توازي الافرع بيساوي تيار الفرع في مقاومه الفرع. طيب بالراحه خالص، انا دلوقتي جاي يتجزأ على مين؟ التيار اللي داخل يتجزأ 3 في توازي الافرع ب6 يساوي تيار الفرع اللي انا عايز احسب فيه اللي هو ب8 في مقاومة الفرع. إيه لا تيار الفرع في التيار الفرع يبقى تيار الفرع في مقاومة الفرع تطلع 18 على 8 اللي هي الاي، فساعتها الاي تكون 2 وربع. يبقى انا بقول تاني بالله عليك ما تتلخبط، انا داخل اتجزأ على ده عايز احسب ده، فاقول التيار اللي داخل يتجزأ من بره ب3. احنا كتبنا القانون ده قبل كده كتير ولسه كاتبينه الحصه دي كمان. توازي التيار اللي داخل يتجزأ، بنقولها كده اللي داخل يتجزأ توازي الافرع اللي هيتجزأ عليها كلهم اللي هي ب6 اللي احنا حسبناها من شويه.
تيار الفرع اللي هو باي في مقاومة الفرع اللي هو ب8. طبعا 18 على 8 تطلع باي، فتطلع ب2 وربع. سؤال 106 بيقول لك الشكل المقابل يمثل دائرة كهربائية، فإن قيمة ال في بي تكون بتساوي ايه؟ قلنا بنحسب اي وار. طيب أي مكان فيه رقمين هات التالت، يبقى هنا 6 في 1 ب6 فولت. انقل الناحية دي برضو 6 فولت عشان توازي، يبقى التيار هنا بنص أمبير. عملتها ازاي يا مستر؟ قلت إن الستة المقاومة ازدادت للضعف بقت 12، فالتيار يقل للنص بقى نص. فاقدر برضو اقول ايه؟ اقول ان التيار كان جاي كام واتجمع؟ جاي 1.5 امبير، اتقسم لنص وواحد. طيب اقدر اخلص التوازي؟ خلص كده التوازي. 6 و12 و6 توازي ب4، 4 و4 توالي ب8. تعالى نعملها بقى، عملناها بسرعة قبل كده كتير. 8 اوم. طب هنا ماشي 1.5 امبير، هنا برضو ده 8 اوم، فال8 اوم ياخد 1.5 امبير. دي المقاومة التوأم، واخدين نفس فرق الجهد، واخدين نفس المقاومة، واخدين نفس التيار. طيب اقدر اجمع؟ يا عم جمع. يبقى هنا 1.5 3 امبير. قفشت التيار الكلي. فاضل لي احسب المقاومة الكلية، اكون ظبطت الدنيا. المقاومة الكلية تكون 2 زائد التوازي اللي هو دول ب4، يبقى ب6. 6 في كام؟ في التيار الكلي ب3، يبقى ب18. الإجابة ب. قبل ما نحل الفولتميتر لازم نحسب التيار الكلي. التيار الكلي بيجي من المقاومة الكلية والفي بي. المقاومة الكلية بتساوي 2.5 و7.5 و5، طبعا 10 و5 15. توازي مع كام؟ مع 15 يعني 30. 30 في 15 على 30 زائد 15 10 اوم. انت اعمل دول توالي ودول توالي واعمل التوازي بتاعهم تطلع معاك كده. بعد كده قلنا التيار الكلي هيساوي 45 على 10، فيكون بيساوي 4.5 امبير. ده مين؟ ده التيار الكلي. وبعدين اعمل ايه بقى؟ التيار الكلي خلي بالك اللي جاي كده 4.5. طيب التيار احنا قلنا المقاومات، تعالى بقى نحسب التوالي بتاع المقاومات كده. خليها بس كده هنا 10، وخلي دي كده بالمنظر ده 15. هقول لك ليه دلوقتي. بالمنظر ده بالراحه خالص خالص خالص. هو انا مش هقدر احسب كل فرق جهد بتاع فرع؟ يعني الفرع فرق جهده ايه؟ مش احنا قلنا ان دول على التوازي مع مقاومه، فالفرع كامل هياخد نفس الجهد بتاع البطاريه. طيب الفرع اللي فوق ده هياخد جهد بتاع البطاريه اللي هو كام؟ 45 فولت. والفرع تحت ده اللي هو نفس النقطتين برضو هياخد 45 فولت. طيب انا عايز احسب التيار بتاع كل فرع. تيار كل فرع اقدر اقول 45 على 15، فهنا ماشي كده 3 امبير. 45 على 30 اقدر اقول ان كده ماشي كام؟ 1.5 امبير. مظبوط. 45 على 30 1.5 امبير. عيب عليك. طيب هو انت ليه يا مستر ما حسبتش التيار بالطريقه بتاعت انك تقول التيار اللي داخل الجزء؟ ما انت لو حسبتها يدي نفس الناتج. انا قلت طريقه مختلفه عشان الناس تتعود على طرق مختلفه وافكار مختلفه. انا وانت نحلنا السؤال بنسبه كبيره ممكن ما نحلش بنفس السياق بنفس الترتيب، عادي جدا. تتعود على ترتيبات مختلفه وافكار مختلفه ما هي مش هتجيلك نفس الفكره صم. طيب كان ممكن تقول برضو ان المقاومه هنا في الفرع ده ب30، المقاومه هنا في الفرع ده ب15، فلو ده هيكون تياره يعني بص المقاومه هتكون زادت للضعف، فالتيار يقل للنص. فلو ده واخد 3 امبير ده ياخد 1.5 امبير، لان المقاومه زادت للضعف فالتيار يقل للنص. ودي طريقه حل ثالثه. انا بحاول اوريك ان في طرق حل كتيره جدا. طيب بالراحه خالص بقى. انا وصلت وانت المفروض انا وانت وصلنا ان الفرع اللي تحت ده فيه 3 امبير والفرع اللي فوق ده 1.5 امبير، وده شغل قديم. تعال اوريك بقى الشغل الجديد ايه هو. مش انت ماشي كده 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 كده. مش قلت لو ماشي من العالي يبقى ماشي من الموجب للسالب؟ صح صح. طيب لو ده ماشي كده فده من الموجب هنا للسالب، وده ماشي من هنا لهنا كده، يبقى ده الموجب فوق وده السالب تحت. طيب احنا قلنا تعالى يا صديقي اقول لك على حاجه هتنفعنا بعد كده في الحلول. في معلومه كده عندك تافهه جدا. لو دي 2 اوم دي 4 اوم وداخل لك من هنا 2 امبير، وجيت قلت لك لحضرتك بعد الشر يعني اعمل لي الفولتميتر ده، احسب لي الفولتميتر ده بيقرا ايه. تقول لي والله الفولتميتر هيقرا اي في ار. فهتقول لي 2 في 2 زائد 4 في 2، طبعا 8 زائد 4 يدي كام؟ 12. طيب
12 اوم، 12 فولت طبعا. طيب انت واحد تاني هيروح قايل لا يا مستر انا هجمعهم توالي الاول اخلصه ب6، واقول لك 6 في 2 تقول لي برضه ب 12. في واحد بقى تالت رايق وراسي، نقول له بقى ايه؟ ما هو انا لو عندي هنا دي 2 ودي 4، اقول له خلي بالك التيار ده وهو جاي من العالي للواطي فبندي موجب للاعلى سالب للاقل، موجب للاعلى سالب للاقل، صح صح. وبعدين يا مستر بعمل ايه؟ لو جيت ركزت هاجي اقول لك الفولتميتر بقى بيقرا ايه، ودي بتبصمجها وانت فاهمها. انا بمشي مع الفولتميتر من الرجل دي للرجل دي، يعني ايه؟ همشي من هنا جيت كده قابلت موجب يبقى موجب اي في ار، يبقى موجب 2 في التيار اللي قلنا ماشي ب 2. عديت قابلت موجب يبقى اللي بتقابله وانت داخل المقاومه بتجمع زائد 4 في 2 تطلع نفس القيمه. طب لو انا جيت قابلت لقيت سالب، جاي تيار كان جاي من هنا ونازل مثلا كده، يبقى طالما قابلت سالب يبقى هتحط القيمه دي بالسالب، هنشوفها دلوقتي ركز معايا. يبقى انت فهمت بتحط موجب سالب زي ما التيار ماشي. فتعالى نعملها بالشكل ده. صليتوا على النبي عليه الصلاه والسلام. موجب سالب، هنيجي هنا نلاقي هنا موجب سالب. تعالى بقى نشوف قرايه الفولتميتر. انا مش عايز ابصمجها لك، اقول لك اصل ده تيار جاي عكس فهيبقى طرح، فانت اول مره تشوف الطرح فما تعرفش هي جايه لك منين، فلازم اشرحها لك. هنعمل ايه؟ طيب امشي من اي رجل، خد الرجل دي وانت بتمشي صلي على النبي، صلي على النبي اهو. جينا هنا انا عايز اقفل الرجلين على بعض، اي قفلتين يدوا نفس الناتج. تعال نشوف. جينا هنا ده انا قابلت موجب 5 والتيار اللي ماشي فيها 3، يبقى موجب 5 في 3. جيت كده 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 ايه ده؟ وانا بعدي قابلت سالب 15 في 1.5. شوفها بقى تطلع معاك بكام. لو القرايه طلعت بالسالب يبقى كان المفروض تمشي بالعكس، انما كقيمه صح. زي التيار كنا بنقول التيار سالب قيمته عاديه، انما انت كده عكست الاتجاه. الكلام ده هتاخده في كيرشوف في اخر الفصل الاول عادي زي ما احنا. ايه يا مستر انت نسيت ولا ايه؟ طلعت بكام؟ بسالب 7.5. يعني ايه بقى سالب 7.5 ده يا مستر؟ هل حلي غلط؟ هل في فرق جهد بالسالب؟ لا. لو انت كنت مشيت من العكس فهتكون موجب 15 سالب 5 في 3. طبعا موجب 15 في 1.5 وسالب 5 في 3 تطلع الاجابه صح. يبقى الفولتميتر ده قارئ 7.5. الفكره بس انك عكست اتجاه الرجلين، ودي بتحصل في الحقيقه. لو انت جيت قست كده تلاقيها بسالب 5.5، تروح عامل ايه؟ مبدل الرجلين تلاقي قرت صح. هي الموضوع كله بس في تركيبه الرجلين، انما مش بتفرق في القيمه. الشكل المقابل يمثل دائرة إذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح كي مفتوح 12 فولت، فإن قراءته والمفتاح كي مغلق كام؟ ماشي، هو مفتوح يعني نقدر نمسح الفرع من بدايته كده لنهايته. أقول إن الفولتميتر ده قاري 12 فولت، فأقدر أقول التيار اللي ماشي اللي هو بالصدفة الكلي 1.2 أمبير، 12 على 10. فأقدر أقول التيار ده كده 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 كده، فأقدر أقول إن الفي بي بتساوي كام؟ 25 في 1.2 اللي هو التيار الكلي في المقاومة الكلية. 25 في 1.2 تدي 30 فولت. ده مين؟ ده الفي بي. امسح عيد اقفل شوف، اقفل قفلنا. طبعا ال7.5 وال15 توازي ليهم نفس البداية ونفس النهاية. خلاص الكلام ده احنا شبعنا منه. يبقى 7.5 في 15 على 7.5 زائد 15 يدي 5 اوم. وبعدين انت عارف بقى ان الفي بي ب 30 فولت، فاقدر احسب التيار الكلي اللي هو 30 على المقاومه الكليه ب 15 يدي 2 امبير. الاثنين تيجي تترزع في ال20 تدي في ال10 تدي 20 فولت. الشكل المقابل يمثل دائره كهربائيه اذا كان قراءه الاميتر 2 امبير وقراءه الفولتميتر 12 فولت، فانه عند غلق المفتاح كي تصبح قراءه الاميتر والفولتميتر بكام؟ طيب بالراحه خالص. انا لو جيت عملت ايه؟ قفلت بالراحه. قراءه الاميتر دي 2 امبير والفولتميتر بكام؟ وقراءة الفولتميتر 12 فولت وهو قافل. قال لك ايه؟ قال لك عند غلق المفتاح. طب هنحسب الفي بي بقى، نفس الحوار اللي عملناه من شويه، ده نفس السؤال بالظبط بس مدينا الار مجهوله، يعني هنحسبها هي كمان. 12 على 2 يساوي 6 اوم، يبقى المقاومه دي ب 6 اوم. وبعد كده اقدر برضو احسب الفي بي من هنا. التيار الكلي ب 2، المقاومه الكليه 12 و6 18 يعني 36 فولت. هنرجع بقى بمين؟ بالمقاومه ب6 عادي، والفي بي بكام؟ ب 36. الله ينور عليك. فاقدر اقول ايه؟ بص ركز. لو قفلت دي
فيكونوا توازي. 12 في 4 على 12 زائد 4 بمسح واحدة وأعدل الرقم التانية ب3 اوم. وبعدين احسب التيار ازاي؟ ولا اي حاجه، التيار الكلي بيساوي 36 اللي هي الفي بي على المقاومه الكليه ب9 يدي 4 امبير. مش موجود. صباح الفل يا مستر. ثواني يا مستر، صباح الفل. هي مش هتدي، هي هتدي 4 امبير عادي، مش مشكله. ال4 امبير دي هتمشي هنا، هتمشي هنا. خلي بالك انت ماسح يا مستر نقطه تفرع، اوعى تنسى تروح في داهيه. الاميتر ده في نقطه تفرع، يبقى لازم هيتجزأ. يبقى انا جاي هنا 4 امبير، الاربعه اتجزأت. طب هنعمل ايه؟ بالراحه سيكا اهو، بالراحه خالص. اول حاجه الفولتميتر، خلينا بس نحسبه كده. الفولتميتر ده هيقرا ايه؟ 6 في 4 يبقى 24، موجوده في الاختيارات، يبقى الاجابه بواحد. سلام عليكم. طبعا انا هعملها ما تقلقش. هنسمي التيار اللي انا ماشي باي، فنقول التيار اللي داخل يتجزأ 4. امسح 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 يا عم القرف ده. التيار اللي داخل يتجزأ في توازي الافرع، التيار اللي داخل يتجزأ 4. توازي الافرع حسبناه قبل كده ب3. مقاومة الفرع ب 12 في تيار الفرع ب 12 على 12 بواحد فعلا. المقاومة R التي تجعل التيار المار بها، ايه ده؟ مقاومة المقاومة R التي تجعل التيار المار بها مساوي للتيار المار في ال9 اوم. يعني لو ده I فده برضو يكون I. طيب بالراحة خالص، تعالى نخلص التوالي مع ده ومع ده وربنا يفرجها. يعني ما نعرفش السؤال ده يتحل ازاي. دي 10، ولو فرجنا دي مع دي كده فدي برضو ب6 اوم. طيب وبعدين هل محتاجين نجرب ولا محتاجين نعمل ايه بقى؟ يبقى التيار اللي ماشي هنا اي وده اي، هل المساوي للتيار المار في المقاومة 9 اوم؟ طيب بالراحة خالص، مش انا عندي ال6 وال9 دول اقدر اقول براحة. عندي فكرة جت في بالي، هل هتنفع ولا لا؟ مش عارف. لو ده 9 اوم خد اي، فاقدر اقول الفرق الجهد ب9 اي. فرق الجهد هيبقى على الفرع اللي فوق برضو ب9 اي. يبقى ايه اللي حصل لو ركزت؟ يبقى فرق التيار اللي في الفرع اللي فوق هيكون بيساوي 9 اي اللي هو الفرق الجهد على المقاومة ب6، يكون بيساوي 3 على 2 اي. يبقى التيار اللي فوق ده بكام؟ 3 على 2 اي. يبقى التيار الكلي اللي جاي بكام؟ 3 على 2، 3 على 2 زائد اللي هي 1.5. وانا ليه عمال اكتبها 3 على 2؟ ده ايه ده؟ 1.5 يا عم، 1.5 اي، وده 3 وده اي. يبقى الكل بكام؟ ب2.5 اي. كده جاي 2.5 اي. يبقى احنا عايزين الفرع اللي فوق ياخد كام؟ برضو 1.5 اي. يبقى كده اتحلت. ليه يا عم الحاج اتحلت؟ ما انا اعرف ان لو المقاومتين على التوازي فاقدر اقول ان نسب المقاومات عكسي مع نسب التيار. يعني ايه؟ يعني لو قلت الار على 10 على كام؟ الار على احنا قلنا فوق 10، الار على 10 هتساوي، هنعكس بقى التيارات. يبقى تيار الار اللي مشي باي، تيار ال10 بكام؟ هعيدها تاني ما تقلقش. 1.5 ار دي تطير مع دي، يبقى ار 10 هتبقى 15. نعيدها تاني، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أول حاجة لاحظناها إن المقاومتين دول على التوالي فخليهم ب10. أي حاجة تفك الدقيقة تبقى كأنك حليت يعني. والتلاتة دول ب6. جميل. أنا عارف إن ده ماشي فيه أي قلنا وده ماشي فيه أي. الرموز اللي أنت عايز ترمز لها مش هتفرق. عايز تقول يا عم عايز تقول أرقام، تعال نقول أرقام. يلا يا عم عادي، ولا حد قال لك حاجة. قول رقم، قول كام عايز تمشي كام. مشي يا عم 1 أمبير. لو دي هتبقى بكام؟ فيها فرق جهد قد ايه؟ 9 فولت. يبقى فرق الجهد عند ال6 بكام؟ برضو ب9 فولت. يبقى اقدر اقول ايه؟ التيار اللي مشي هنا فوق بيساوي ايه؟ 9 على 6 يكون بيساوي 1.5 فولت. يبقى مشي فوق هنا 1.5 فولت وهنا 1، يبقى جاي لي كام؟ 2.5 امبير. هي طبعا 1.5 امبير، 1.5 امبير. يبقى انا جاي لي فوق هنا 1.5 وجاي لي من هنا 1، يطلع من هنا 2.5.
طب تعالى نجزأ، مش هو اتجزأه تاني؟ هنا مشي كام؟ 1 امبير. يمشي فوق كام؟ 1.5. بس خلاص، التوازي بتاع اللي فوق 1.5 في 10 يدي 15 فولت، والمقاومة تحت 1 في ار بيساوي 15، يعني الار بتساوي 15. انا عملتها لك بالرموز وعملتها لك لما فرضت رقم، الاتنين طلعوا نفس الناتج. الشكل المقابل يمثل دائرة كهربية إذا كانت قراءة ال A1 هي 2 أمبير، فقراءة ال A2 وفرق الجهد بتاع البطارية. قال لك قراءة ال A1 2 أمبير. طيب تعالى بقى نعمل شوية حاجات بسرعة كده، إنك خلاص بقيت ماهر في هذا الموضوع. المقاومة اللي تحت على التوالي بقت ب6، لأن 4 و2 توالي ب6. إيه ده؟ هي المقاومة زادت للضعف فالتيار قل للنص. شرحتها كذا مرة النهاردة، وجي الوقت إن إحنا نطبقها. يبقى هنا التيار بكام؟ ب1 أمبير، يطلع من هنا بمجموعهم ب3 أمبير. ماشي، يجي هنا هيدخل منه كده، وده طبعا في تيار جاي هنا. ركز بقى معايا بالله عليك، احنا كده كده مش محتاجين كل اللي فوق التوازي ده. 3 في 6 على 3 زائد 6 ب2. خلي بالك، امسح التيار بحاجته كلها، الفرع كله تحط هنا مكانهم كام؟ 2 اوم. 6 في 3 على 6 زائد 3. طيب انا واخد بالي ان التيار اللي طلع لي هنا واللي نزل هنا، ما هما الاتنين اتنين. بص، الاتنين دي والاتنين دي مع بعض على التوازي، يبقى دي مقاومة توأم، نفس القيمة، نفس التيار، نفس فرق الجهد. يبقى دي برضو هيمشي فيها 3 امبير، ودي هيمشي فيها 6 امبير، اللي هي التلاتة والتلاتة يتجمعوا فيكونوا ب6. يبقى الاتنين هيقرأ 3، والفي بي هتقرأ 6 في المقاومة الكلية. 2 توازي مع الاتنين بواحد، زائد 2 يبقى 3 في 6 18. قراءة الشكل دائرة كهربية إذا كانت قراءة الفي واحد هي 6 فولت، كل من قراءة الفولتميتر وقراءة الفي بي هي كام؟ بالراحة خالص، عايزين الفي 2 وفي 1. قال لك قراءة الفي 1 ب 6 فولت. خلي بالك بالراحة بقى عشان هنعمل شوية لقطات، هنربط التوازي والتوالي. ركز، اللي أنا أعرفه إن الفولت اللي هنا قال لك بكام؟ ب 6 فولت، وده المكان اللي فيه رقمين وهبدأ منه. بص بقى أقول لك على حاجة، مش انت فاكر ان في بص كانك شايف الفرع اللي فوق ده، بس احنا بنتكلم على الفرع ده بس كده. تعال ناخده بره، او ار 2 ار وهنا ار، وجيت قلت لك دول هيتجزأ عليهم 6 فولت، دي واخده مني 6 فولت، دي هتاخد كام؟ فتقول لي ايه ده، هو مش التيار اللي مشي في الفرع ده ثابت؟ فاقول لك ان فرق الجهد بيتناسب مع المقاومه. ايه ده؟ يعني المقاومه دي 2 ار دي بقت ار، يعني كانها قلت للنص، يبقى فرق الجهد برضو يقل للنص، يبقى 3 فولت. فدي تاخد 3 فولت، دي تاخد 6 فولت. طب لو جيت حسبت التيار كتشيك، مش انت لما تيجي تعمل حاجتين على التوالي وحسبت التيار كتاكيد المفروض يطلع نفس التيار، فالتيار هيكون بيساوي 6 على 2 ار بيساوي 3 على ار. طب احسبه من هنا، 3 على ار، يبقى برضو نفس الإجابة. يبقى أنت كده بتحل صح. يبقى احنا كده لقطنا الفكرة، إني أقدر أقول إن لو دي خدت 6 فولت فدي هتاخد 3 فولت. ركز بقى عشان هو راح رابطهم بالتوازي. بص، لو جينا أخدنا بالنا الفرع اللي فوق ده كله من أول هنا لأول هنا، يبقى الفرع ده اللي فوق توازي مع الار، يبقى فرق الجهد على الفرع كامل فوق بيساوي فرق الجهد على الفرع كامل تحت. الفرع الجهد على الكامل فوق بكام؟ 6 زائد 3، يبقى الفرع فوق كده ب9 فولت، يبقى فرق الجهد على الفي 2 برضو بكام؟ ب9 فولت. طيب بالراحة، هو عايز ايه بقى؟ الفي بي بكام؟ بالراحة خالص. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. اقدر اخلص التوازي بقى بتاعهم، اقول 3 ار مع ار توازي، يبقى 3 في 1 على 3 زائد 1، يبقى 3 على 4. مش 3 في 1 ب3 على 3 زائد 1 ب4 ار. ماشي، وبعدين اقدر اقول ان فرق الجهد اللي هو بقى عايزه الفي بي، احنا كنا حاسبين التيار ولا لا؟ لا مش حاسبين التيار. طيب براحة خالص، الراجل ده قلنا الفي 2 ده واخد كام فولت؟ 9 فولت. فاضل لنا الار. طيب ما هي نفس الفكرة، انا دي خدت 9 فولت، دي تاخد كام؟ نعملها ازاي؟ في طرق، في مليون طريقة. يا رب، مش قلنا هي نسب المقاومات؟ اقدر اقول في 1 على، سمي ده يا عم في 3، في 3 على في 4، طالما توالي يبقى نفس نسب المقاومات هي نفس نسب فرق الجهد، ار 3
على ار 4. الفي 3 عايزين نحسبها. الفي 4 قلنا ب9، الار 3 اللي هي دي بار، الار 4 ب3 ار على 4، 3 ار على 4. طير دي مع دي، ودي انت بقى احسبها بدماغك. يبقى الفي 3 بيساوي 12 فولت، وده كلام منطقي جدا. ليه؟ تاني، ال 12 فولت دي ب 12 فولت. هي معلش مين الاكبر، التلات ارباع ولا الواحد؟ لا الواحد اكبر، فيكون فرق جهدها اكبر. طب لو جينا حسبنا التيار هل يدي نفس الناتج ولا لا؟ تعال نجرب. التيار في الحاله الاولى هيكون بيساوي 12 على ار، التيار في الحاله الثانيه هيكون بيساوي 9 على 3 على 4. برضو هنا المفروض في ار، لو جيت حسبتها 9 في 4 على 3 يدي 12. يبقى انت كده 12 على ار، يبقى انت حاسب صح لانك طلعت التيارات صح. طبعا مش هيبقى لازم تعمل التشيك، بس انا بوريك ايه الحل. طيب احنا كده على فكره لسه ما خلصناش، يا نهار ازرق. فدي كده عايزين قيمه لون كده حلو كده، استخدمناهوش قبل كده. دي كده 12 فولت، ودي كده 9 فولت على التوالي. نعمل ايه؟ نجمعهم تطلع 21. يا الله، اخر سؤال، انا تعبت جدا. شدة التيار النار خلال مقاومة 6 اوم. الحمد لله سؤال سهل، وجه في امتحان 2011 ولا 2001. ماشي، الاسئله كانت بيجي زمان سهله كده عشان النظام القديم وكده يعني. ماشي، صلى الله على النبي عليه الصلاه والسلام. طبعا انت عارف ان الستة والتلاتة دول لو عملت تيست واحد 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 توالي، ده سلك فاضي وده سلك فاضي، لو جيت عديت يبقوا دول اتنين، يبقى الستة والتلاتة دول توازي، محصلتهم كانت باتنين لو فاكر. بعد كده 10 و10 توازي، يبقى المقاومة الكلية بتساوي 5 اوم. الفي بي الكلية 10 فولت. الاي توتال بيساوي 10 على 5 بيساوي 2 امبير. ارجع تاني، رجعت امشي مع التيار. حاضر، التيار جه هنا جاي 2 امبير، اتجزأ على مين؟ على الستة والتلاتة. مظبوط مظبوط، هتدخل توازي. طيب لو انا عايز اوضح الرسم اكتر اقدر استخدم، مش احنا لسه عاملين النقط؟ ما تيجي نرسمها بره، بقالنا كتير قوي ما رسمناش بره. وهنا 2 وهنا 3، هتلاقيها واضحه زي الشمس. 1 2 3، ما بين 1 و2 في 3، ما بين 1 و2 في 6، ما بين 2 و3 في 8، ما بين 1 و3 خلي بالك في 10 اوم. ماشي يا عم، صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. احنا رحنا جينا عملنا التلاتة والستة توازي، فبقى هنا 2 اوم، وهنا في فوق 10 اوم، وهنا في 8 اوم، ورحنا قافلين الدايرة كده. على فكرة السؤال ده صعب مش سهل خالص. وبعد كده رحنا رسمينها تاني، ادي ال10 اوم وادي ال10 اوم، ورحنا طالعين كده. وجيت قلت لك التيار الكلي حسبناه طلع بكام؟ 2 صح؟ ب2 امبير. بص بقى هنعملها ازاي، لان دايما الافرع اللي فيها سلوك فاضيه بتكون اصعب حاجات بتتجزأ، وبتضطر تجزأها بهذا الشكل. طب بالراحه، انا اللي انا اعرفه ان دخل من هنا 1 امبير ودخل تحت 1 امبير، صح صح. اطلع فوق، اللي فوق كان 1 امبير، هذا كله مشي فيه 1 امبير. يبقى التمانية دي موجوده فوق، مشي فيها ال1 امبير. ال10 دي موجوده مشي فيها ال1 امبير. طيب بالراحه بقى، انا خرج من هنا كام؟ 1 امبير، يبقى اكيد اللي اتجزأ على الاتنين دول كام؟ 1. يبقى التيار اللي دخل يتجزأ فيهم، انا كان جاي خلي بالك كان جاي 2 امبير، طلع منهم 1 فوق، ماليش دعوه بيه خلاص ما يخصنيش، طلع منهم 1 فوق، متبقي لي 1 تاني. الواحد التاني ده اتجزأ على الاتنين دول. طب فين الدليل؟ اهو، ما هو خرج من هنا 1، يعني اكيد اللي كان متجزأ 1. يبقى التيار اللي داخل يتجزأ هقول 2 ولا 1؟ هقول 1. في توازي الافرع اللي انا بجزأ عليهم 2، اللي هي المحصله بتاعته كانت ب2. تيار الفرع اللي عايز احسبه اللي هو مع الست، مقاومه الفرع ب6.
يطلع يا باشا 1/3. سؤال جامد وصعب، مش سهل خالص. الحسبة التوازي بتاعته سهل، تجزئة التيار بتاعته صعبة، لأنك هتيجي هتلاقي التلات أفرع على التوازي. كان قبل كده لو كانت المقاومة ال10 دي هنا كانت هتبقى أسهل بكتير، والله كانت هتبقى أسهل بكتير. ليه؟ هتقول التيار اللي داخل يتجزأ ب2، توازي الأفرع 6 و3 مثلا ب2، وقول يا عم دي كانت بأي رقم ينفع هتحسبها، تيار الفرع اللي عايز تحسبه اللي ماشي في ال6 في ال6، وكانت طلعت معاك حلاوة، سكينة في الحلاوة. المشكلة فين؟ المشكلة في المقاومة ال10 دي، إن هي عليهم كلهم، على الواحد للتلاتة، فدي مش هتدخل معايا في الحسبة. ده أنا محتاج أعرف دخل لدول الاتنين دول كام، فدخل دول واحد منهم 1 أمبير. في واحد طلع فوق كأنك نسيته، سيبه بقى فوق. مش انت طلعت فوق يا حبيبي؟ يلا يا حبيبي شكرا مع السلامة. مش هو طلع فوق، سيبه بقى خلاص، روح سيبه. يبقى واحد هنا أمبير، يبقى الواحد ده هو اللي اتجزأ، فبقى 1/3/6، 1 زائد 3/6. وبهنا يا صديقي ينتهي الدرس الثاني بحمد الله. اكتب اسمي احمد عبد الواحد، نعمل بقى مش مهندس بقى ميم زي الناس اللي بتكتب مهندس والحاجات دي. وكده يا صديقي نكون انتهينا. الدرس الثاني هو غالبا الاصعب في الفصل الاول والاطول، الباقي كله هيبقى سهل وكلام بيتعاد وبيتكرر، ما تقلقش خالص. وبكده يا صديقي نقدر نقول انك ما تنساش تشترك، تعمل لايك، الرقم موجود في البايو بتاع اليوتيوب، وانا هقوله لك لو انت وصلت لهنا فانت اكيد هتكون مهتم. فنقول 012 11 9 7، ممكن اكتبه لك هنا 012 11 9 7 07 12. ده رقم التواصل. هتتكلم لو انت عايز تدخل في المنصه موجود، عايز تدخل في حصص البرايفت بيكون اغلى شويه، ولكن يعني بيكون بقى تواصل معايا، مراجعات معايا، شغل معايا، الموضوع بيكون ابسط كتير والذ، وانا بكون معاك خطوه بخطوه، معاك في تركيبه حياتك كلها. وده الموضوع بتاعنا كده اونلاين منصه، وكمان المراجعات اللي هيكون في ورش على الحل وورش مرجعه على المنهج وعلى اللي بيتقال وعلى الافكار وعلى الكلام ده كله، بتكون ورش حل بنفرم فيها المنهج. فبرضو لو عايز تسجل فيها وتعرف الاماكن اللي احنا هننزلها باذن الله، على حسب الناس اغلبيتها فين هننزل في المكان ده.